انت محظوظ قوي ان انت ما ذاكرتش منهج الكيمستري من اول السنه، لان انا النهارده عامل لك مراجعه حتى لو ما ذاكرتش في اول سنه تخليك تقفل اي امتحان كيمستري. عاملين ايه يا طلاب سينيور 2؟ يا رب تكونوا بخير. انا حطيت نفسي مكانك وقسمت نفسي لثلاث انواع من الطلبه. اول طالب اللي ما ذاكرش اي حاجه من اول السنه، وده طلبك عندي، عامل لك مراجعه تفهمك كل حاجه وتجيب لك اي منهج الكيمستري وتقفل اي امتحان كيمستري ان شاء الله يا شباب. تاني نوع من الطلبه ايه هو؟ اللي هو مذاكر من اول سنه بس هو مش مراجع، نسي كل اللي فات، فانا جاي اراجع لك كل اللي فات دوت يا شباب. هاجي اراجع لك على كل اللي فات دوت، وبرده لو انت ناسي اي حاجه هتفتكرها على طول. النوع الثالث اللي هو مراجع واللي هو ايه؟ بيذاكر من اول سنه بس عايز يعرف شويه معلومات وشويه ملاحظات جديده ما كانش واخد باله منها. برده المراجعه دي هتكون مناسبه جدا جدا ليك. يلا يا شباب نبدا في المراجعه، ربنا معاكم ويوفقكم. اي حد واقف معايا سؤال او واقف معايا جزئيه يخش برده يبعت لي على ارقامي، ان شاء الله خير وان شاء الله هنجيب الكيمستري في شوال. يلا بينا يا شباب. هنبدا من الاول خالص، نبدا بالصفر. نبدا خالص من الصفر ونشرح كل حاجه بالتفصيل من الاول خالص. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه خالص خدناها وبدانا في المنهج ايه؟ قلنا ان الشابتر ده كله بيتكلم عن البوندنج، الارتباط، تمام؟ قلنا اول حاجه ان في عناصر بتحب الارتباط وفي عناصر ما بتحبش الارتباط، ما بترتبطش، صح؟ طب تعالى يلا نشوف. يبقى اول حاجه عندك البوندنج عباره عن نوعين، في عناصر بوندنج وعناصر نون بوندنج. في عناصر بتحب الارتباط وعناصر ما بتحبش ايه؟ ترتبط. طب ماشي، قلنا هي العناصر النون بوندنج اللي هي ما بتحبش الارتباط، العناصر اللي ما بتحبش الارتباط اللي هي النوبل جازز. يبقى كل النوبل جاز ما بيحبوش ايه؟ ما بيحبوش يرتبطوا. اللي هم ايه النوبل جاز؟ اللي هم عباره عن ايه؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. دول كده الاليمنت اللي ما بيرتبطوش خالص. طب انا عايز افهم يعني ايه اصلا ما بيرتبطوش؟ يعني ما بيعملوش بوند مع اليمنت ثانيه. يعني انت عمرك ما تشوف الاليمنت دول اللي هو النوبل جاز دول يعملوا ارتباط مع اي اليمنت ثاني. تمام كده؟ يبقى دول الوحيدين في كل الكيمستري اللي عمرهم يعملوا بوند او يرتبطوا باي عنصر ثاني. حلو كده؟ اتمنى تكون وصلت. طب ماشي. باقي الاليمنت بقى اللي هو ايه؟ الاول اليمنت اكسبت النوبل جازز، اكسبت ما عدا النوبل جازز، كل دول يعملوا ايه؟ يعملوا بوندنج، يرتبطوا. حلو كده؟ عامله زينا احنا كده كبشر. احنا كبشر في مننا ناس بتحب الارتباط وناس كده قليله، فيها قليله كده ما بتحبش ايه؟ ما بتحبش الارتباط خالص، صح كده؟ الاليمنت نفس الكلام بالظبط. كل النوبل جازز ما بتحبش الارتباط، ما بترتبطش باي ايه؟ باي اليمنت تاني، لكن باقي الاليمنت كلها بتحب الارتباط وترتبط. حلو كده؟ طب زي الفل. طب انا جيت دلوقتي ليه؟ انا دلوقتي انت واحد بتسال سؤال، ليه النوبل جاز ما بترتبطش؟ طب انا عايز اسال سؤال زي دوت. قال لك اللي هي ان اكتف او ما بترتبطش عشان خاطر هي ايه؟ عشان خاطر هي فيلد وذ الكترون باي الفالنس الكترون. يعني ايه؟ يعني انت عندك دلوقتي انت عندك الفالنس شيل بتاعها، تعالى كده نشوف. الفالنس شيل اللي هو اخر انرجي ليفل عندها، اخر انرجي ليفل تلاقيه ايه؟ فيلد وذ الكترون، مكتمل بالالكترونات. فهو مش عايز يرتبط، هو راجل ايه؟ راجل ستيبل مستقر. ايه اللي يخليه يرتبط؟ فهو مش هيرتبط عشان خاطر هو ايه؟ ستيبل. ايه يا شباب؟ حلو كده؟ كده في اي مشكله؟ يبقى لما يجي يسالك ليه النوبل جازز نون بوندنج، هتقول له عشان خاطر هو ايه؟ عشان خاطر الفالنس شيل بتاعته بتكون ايه؟ بتكون فيلد وذ الكترون وبيكون ستيبل، عشان كده هو ان اكتف يا شباب، ما بيرتبطش. حلو كده؟ فيها كده اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. طب واحد يجي يقول لي انت عرفت منين ان اخر انرجي ليفل بتاعه فيلد وذ الكترون؟ طب تعال نوزع ونشوف، انت اول حاجه عندك الهيليوم ده ب2، يلا وزعه ب2 اهو، وانت عارف ان اول انرجي ليفل بيكتمل ب2. حلو كده؟ طب ماشي. النيون 10 وزعه يلا 2 8 مكتمل اهو، وانت عارف ان اخر انرجي ليفل ليه 8، وانت عارف الانرجي ليفل ليه الثاني اللي بيكون اخره بيكتمل ب8 الكترونات. حلو كده؟ في اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله يا شباب. تمام كده؟ في اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. طب ماشي. دلوقتي احنا عايزين نعرف بقى كل اليمنت بيرتبط بكام اليمنت تاني. انا عايز اعرف دلوقتي، احنا قلنا ان في اليمنت بوندنج بترتبط واليمنت نون بوندنج ما بترتبطش. النون اللي هي النوبل جازز، طب البوندنج دي اللي هي بترتبط، دي بترتبط بكام اليمنت؟ تعال نشوف دلوقتي نعرف ازاي كل واحده بترتبط بكام اليمنت. يلا بينا. عندك اول حاجه دلوقتي مثلا هناخد حاجه اسمها دلوقتي لويس دوت. ايه هي لويس دوت؟ بيقول لك ان لويس دوت ديت بتمثله بنقط، بتمثل الاليمنت بنقط. ازاي الكلام دوت؟ قال لك بتمثل اخر انرجي ليفل اللي هو ايه؟ اللي هو ذا لاست انرجي ايه؟ ليفل، اللي هو اخر انرجي ليفل.
اخر انرجي ليفل ده بنمثله ايه؟ بنمثله بنقط. ازاي الكلام دوت؟ تعال نشوف طيب كده ونجرب. عندك اول حاجه الام جي دي 12، وزعها لي كده 12. يلا 2 8 2. يلا اخر انرجي ليفل عندها في كام الكترون؟ في 2 اهو. يبقى يلا مثل الاثنين دول بنقط، يبقى الام جي ب 2 اهو، نقطه هنا ونقطه هنا، بس نلاقي بنقط في نقطتين اهو. فيها مشكله؟ يبقى معنى كده ان ده بيرتبط بكام اليمنت؟ باثنين، واحد هنا وواحد هنا. مثال كمان، مثال كمان. خد الاس 16، يلا وزعها 2 8 6. اخره كام؟ اخره 6. يبقى معنى كده هنحط ايه؟ هنحط عليه 6 نقط. يبقى الاس كده 1 2 3 4. ماشي. بص بقى ملاحظه حلوه. 4 بعد كده بتبدا ايه؟ تجوزهم. تمام؟ بعد كده يبدا يجوزهم. يعني انت تحط 4 بعد كده تبدا ايه؟ تجوزهم بالشكل ده كده. تحط 2 جنب بعض. ماشي؟ 1 2 3 4 5 6 هم كده. تمام كده يا شباب؟ حطها هنا. فيها كده اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. طب ده بيرتبط بكام اليمنت؟ قول لي يلا ده يرتبط بكام اليمنت كده؟ هتقول لي يرتبط ب6. اقول لك لا غلط. بيرتبط باثنين بس. السنجل الكترون او الامبيرد الكترون دول الوحيدين اللي بيعملوا بوند. لكن اي لون بير ما بيعملش ايه؟ ما بيعملش بوند الا في بعض الاليمنت يعني. ده كده اسمه لون بير اوف الكترون. تمام كده؟ كده فيها اي مشكله؟ يبقى الامبيرد الكترون او السنجل الكترون هو الوحيد اللي بيعمل بوند، هو الوحيد ايه؟ اللي بيرتبط. تمام كده؟ اهو اللي هو دوت ودوت. يبقى ده كده هيرتبط بكام؟ هيرتبط برده باثنين يا شباب. فيها كده اي مشكله؟ ما فيهاش مشكله. تعال ناخد مثال كمان، يلا بينا. تعالى مثلا ناخد ال ان اي 11. يلا 2 8 1. فمعنى كده ال ان اي ده عنده كام نقطه؟ نقطه واحده. فهيرتبط باليمنت واحد بس. فيها كده اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. تمام. طب تعال عندك مثلا البي 5 2 3. ده كده حواليه كام نقطه؟ حواليه 3، فهيرتبط ب3 يا شباب. 1 2 3. كده فيها اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. عرفنا اول حاجه البوندنج والنون بوندنج. تاني حاجه عرفناها اللويس دوت. تعال نقرا الكلام ده، تعال نقراه. اول حاجه خالص عرفناها ايه؟ تعالى كده. اول حاجه خالص عرفناها ان النوبل جاز دول ان اكتف. طالما هو ان اكتف، هو ليه ان اكتف؟ عشان خاطر هم ستيبل اتوم. طب ليه هو ستيبل اتوم؟ عشان خاطر الاوتر انرجي ليفل عنده بكام؟ الاوتر انرجي ليفل فيلد وذ الكترون، بيكون مكتمل بالالكترونات. حلو كده؟ جميل وزي الفل. طب ماشي. بيقول لك عندك كمان ايه؟ هنبدا دلوقتي ناخد اللويس دوت. هنبدا دلوقتي ناخد ايه؟ اللويس دوت. جايب لك هو برده شويه امثله في الملزمه عن ايه؟ عن اللويس دوت زي ما احنا خدناهم يا شباب. كده فيهم اي مشكله؟ كده ما فيش اي مشكله. هنبدا دلوقتي ناخد التايبس اوف بوندنج، انواع البوند، انواع البوند اللي بيعملها الاليمنت. تعالى كده نشوفها، تعالى كده نشوفها. في نوعين، في كيميكال بوند وفي فيزيكال بوند. واحده واحده كده وهنشوف الانواع بكل التفاصيل. طب اول حاجه تعالى كده، احنا قلنا البوندنج او البوند عباره عن نوعين، فيزيكال وكيميكال. فيزيكال وكيميكال. ماشي. ايه الفرق بين الفيزيكال بوند والكيميكال بوند؟ سؤال حلو وانا عايز اعرفه. بص بقى بيقول لك ايه؟ ان الكيميكال دوت هي الرابطه او البوند اللي ما بتكون ايه؟ بتوين الاليمنت. ما بين ايه؟ ما بين الاليمنت وبعضها. بتوين ايه؟ الاليمنت. يعني ايه بتوين الاليمنت؟ تعالى كده ناخد مثال. عندك مثلا ايه؟ مثلا الاتش والاف اهو ماسكين في بعض. تمام؟ فالبوند اللي ما بين الاتش والاف دي كيميكال بوند. البوند ما بين الاتش والاف دي عباره عن كيميكال بوند. طب حلو. تعالى الفيزيكال. الفيزيكال دي بتكون ايه؟ بتوين مش الاليمنت بقى، لا المولكيول نفسه. بتوين مولكيول، بتربط مولكيول بمولكيول يا شباب. ازاي الكلام دوت؟ تعالى كده. انت عندك دلوقتي اتش اف اهي كده، اتش ماسكه في اف. ماشي. قال لك اما يجي دوت يرتبط بمولكيول تاني من الاتش اف بالشكل ده كده، دي كده فيزيكال بوند يا شباب. فيزيكال. لكن دول كيميكال وده برضو كيميكال يا شباب. يبقى الكيميكال بتوين الاليمنت وبعضها، لكن الفيزيكال ما بين ايه؟ المولكيول وبعضها يا شباب. حلو كده؟ نبدا يلا في انواعهم. نبدا باول نوع هو الكيميكال يا شباب. يلا بينا يلا بينا. الكيميكال هناخد الكيميكال بوند. ماشي. الكيميكال بوند دي عباره عن ايه؟ اول حاجه خالص عباره عن 3 انواع. ايه هو النوع الاول؟ النوع الاول اسمه ايونيك بوند. اسمه ايونيك بوند. النوع الثاني اسمه الكوفالنت بوند. كوفالنت بوند. النوع الثالث اسمه كوردينيت بوند يا شباب. كوردينيت بوند.
انا عايزك جايب ورقه وقلم كده، تجيب ورقه وقلم وتكتب ورايا. انت لو جبت ورايا تقعد بتذاكر معايا بدل ما تقعد وتذاكر لوحدك، تمام؟ هات ورقه وقلم واكتب ورايا يلا. كوردينيت بوند، ايونيك بوند، كوفالنت بوند. نبدا باول نوع هو الايونيك بوند. يلا بينا يلا بينا على الايونيك بوند. اول نوع في الكيميكال هو عباره اسمه ايه؟ اسمه ايونيك بوند. ايه هو الايونيك بوند؟ باين من اسمه ايونيك، يعني ما بين ايه؟ ما بين الايونات وبعضها. حلو كده؟ هو بيكون ما بين الايونات وبعضها. ازاي؟ قال لك ده بيكون ما بين اي حاجه ميتال واي حاجه، اي اليمنت تاني نون ميتال. يبقى بين اليمنت ميتال واليمنت نون ميتال. يعني ايه اصلا ميتال ويعني ايه اصلا نون ميتال؟ تعال نفتكر سوا، تعال نفتكر سوا. قال لك ان الميتال دوت اي اليمنت لوس الكترون، بيفقد الكترونات. لكن النون ميتال ده اي اليمنت بيعمل جين لالكترون، بيكتسب الكترونات. يبقى انت عندك اي عنصر بيكتسب الكترونات واي عنصر بيفقد الكترونات، مسكوا في بعض، دول يعتبروا ايونيك بوند. حلو كده؟ طب ممكن مسميات ثانيه ليها، ممكن يقول لك مثلا لو element large في الاتوميك سايز واليمنت سمول في الاتوميك سايز. مش احنا عارفين ان الميتال من الترم الاول الميتال دول بيكون لارج اتوميك راديوس او لارج اتوميك سايز، صح كده؟ فاللي هم لارج اتوميك سايز، تمام؟ والنون ميتال دول سمول. فاي حاجه لارج اتوميك سايز واي حاجه سمول اتوميك سايز اعرف على طول اللي هي ايونيك بوند برضو. طب ماشي. لو اي حاجه برضو سمول في الالكترون نيجاتيفيتي والالكترون افينيتي والايونيزيشن بوتنشال، مسكت برضو في اي حاجه لارج، اللارج في الايونيزيشن بوتنشال والكترون نيجاتيفيتي وافينيتي والكترون نيجاتيفيتي والكترون افينيتي. مش احنا عارفين برضو من الترم الاول ان الميتال دوت بيكون سمول الكترون نيجاتيفيتي الكترون افينيتي والايونيزيشن بوتنشال، صح كده؟ وعارفين برضو ان النون ميتال ده لارج في الايونيزيشن بوتنشال الكترون نيجاتيفيتي الكترون افينيتي. الكلام ده احنا عارفينه من الترم الاول. فاي اليمنت بالمواصفات ديت يمسك في بعضه ده على طول ايونيك بوند. حلوه؟ سهله والله ما فيهاش مشكله. تمام كده؟ تمام. طب ممكن يبقى لك بمسمى ثاني، بين المسمى اللي هو الكاتايون والانايون. كلنا عارفين يعني ايه كاتايون ويعني ايه انايون. انايون ده معنى كده معناه اللي هو فقط الكترون، فممكن هنا يجيب لك ايه؟ كاتايون، ان الكاتايون ده ميتال اللي هو بوزيتيف، وهنا عندك ايه؟ انايون نيجاتيف، انايون النيجاتيف. دي كده كل المسميات بتاعه الايونيك بوند. زي الفل كده؟ اتمنى تكون وصلت. طب ماشي. بيقول لك بقى ان الايونيك بوند ديت الديفرنس في الالكترون نيجاتيفيتي بتاعتها لازم تكون ايه؟ لازم تكون لارج ذان اكبر من 1.7. لازم تكون الديفرنس بين الاليمنت في الالكترون نيجاتيفيتي اكبر من 1.7. طب ازاي الكلام دوت؟ مش فاهم انت؟ ماشي. اي اليمنت، جبت اي اليمنت في الدنيا، اي اليمنت اهو، اي اليمنت جبناه مثلا الصوديوم مثلا والسي ال جبناهم، شوف الالكترون نيجاتيفيتي بتاعتهم بكام؟ طب حلو، اطرحهم من بعض، طرحناهم من بعض طلع اكبر من 1.7، اعرف على طول ان ده ايونيك بوند. يبقى انا اعرف منين اللي هو ايونيك بوند؟ اعرف ان هو ايونيك بوند لو انا طرحت الالكترون نيجاتيفيتي بتاعت دوت ماينس الالكترون نيجاتيفيتي بتاعت دوت طلعت اكبر من 1.7، يبقى ده على طول ايونيك بوند يا شباب. سهله؟ سهله وما فيهاش اي مشكله، واتمنى تكون وصلت. تمام كده يا شباب؟ تمام. تعال نقرا الايونيك بوند كده، كل الايونيك بوند خلصت. حلو كده؟ جميل، يلا نقراها سوا. يبقى انت عندك الايونيك بوند اهي ما بين ميتال ونون ميتال، وليهم مسميات ثانيه خلي بالك. اهو ميتال ونون ميتال ليهم مسميات ثانيه خلي بالك، اللي هم المسميات اللي انا قلتها لك. عشان كده بقول لك اكتب ورايا. ماشي. بص انا كتبت لك فوق هنا مرتبطين مصلحه. يعني ايه مرتبطين مصلحه؟ بص، دول مرتبطين مش خاطر حب وبيحبوا في بعض، لا، دول مرتبطين مصلحه. طب ازاي؟ انت عايز تستقر، فانت بتفقد الكترون، وانا برضو عايز استقر فعايز اكتسب الكترون، فانا لقيتك مناسب ليا، انت عايز تفقد وانا عايز اكتسب، فخلاص نرتبط ببعض مصلحه. طب ليه بنرتبط ببعض؟ عشان انا ابقى مستقر وانت برضو تكون مستقر. هي كده هي مشكله؟ يبقى الكلام ده اسمه ايه؟ اسمه ماتيرياليستيك اكزيستنس. معنى ماتيرياليستيك اكزيستنس ان الاثنين مرتبطين مع بعض ايه؟ مصلحه. تاني، انت بتفقد الكترون وانا بكتسب الكترون. طب ماشي، انت اما تفقد هتستقر وانا اما اكتسب برضو ايه؟ هستقر، فخلاص نرتبط مع بعض مصلحه عشان خاطر انا استقر وانت تستقر. فالكلام ده اسمه ماتيرياليستيك اكزيستنس يا شباب. ونفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط،
الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتوين ذيم هاير ذان 1.7 اكبر من 1.7. والله سهله ما فيهاش اي مشكله. ده كده بالنسبه لكل حاجه في الايونيك وكل افكار الايونيك. نخش على الكوفالنت. نخش على الكوفالنت. الكوفالنت عباره عن كام نوع؟ 3 انواع. هيبدا دلوقتي في ايه؟ تاني حاجه هي الكوفالنت بوند. الكوفالنت بوند دي 3 انواع. في 3 انواع من الكوفالنت بوند. اول حاجه اصلا يعني ايه كوفالنت بوند؟ كوفالنت بوند اي حاجه نون ميتال ماسكه في حاجه نون ميتال. يعني اي حاجه انايون ماسكه في اي حاجه انايون. حلو كده؟ جميل وزي الفل. اي حاجه سمول في الاتوميك راديوس ماسكه في حاجه سمول في الاتوميك راديوس. اي حاجه لارج الكترونيجاتيفيتي الكترون افينيتي ايونيزيشن ماسكه برضه في لارج. كده فيها اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. طب حلو زي الفل. عباره عن 3 انواع. تعالى كده نشوف ال3 انواع بتوعها. في نوع، اول نوع اسمه ايه؟ اسمه البيور، ونوع اسمه نون بولر، ونوع اللي اسمه بولر. نبدا نوع بكل بساطه. اول نوع يلا بينا. فاكر انا كنت ممثلك بايه؟ قلت لك دلوقتي احنا هنجيب ايه؟ موتوسيكل. انت وصاحبك هتجيب موتوسيكل اللي انتوا الاثنين عايزين تشتغلوا عليه. فخلاص اتفقت انت وصاحبك، انت تاخد الموتوسيكل 3 ايام وهو هياخدوه 3 ايام، واليوم الثالث هتريحوا فيه ايه؟ المكنه. تمام كده؟ وتغسلوها وتظبطوها كده. طب زي الفل. دلوقتي انتوا اتفقتوا على الاتفاق دوت. الاتفاق ده اتنفذ، يبقى كده انتوا الاثنين بيور صافيين لبعض، صح كده؟ فده اول نوع اللي هو البيور. البيور كوفالنت. انتوا الاثنين زي بعض بالظبط. انتوا الاثنين زي بعض، واخدين المكنه بنفس الايام ونفس كل حاجه، فانتوا الاثنين بيور صافيين لبعض. فمعنى كده ان انتوا الاثنين نفس الحاجه، يبقى البيور تكون نفس الاليمنت. سي ال 2 ارتبطت مع بعض، اف 2 لازم يكون نفس الاليمنت، اتش 2 او 2 اي حاجه نفس الاليمنت وبعضها. طب اسالك سؤال، الديفرنس بتوين تو اليمنت الكترونيجاتيفيتي، ايه هو الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي؟ لازم يكون كام في البيور؟ هل انت مختلف عن حاجه؟ انتوا اتنين زي بعض بالظبط، مش مختلفين عن بعض، فهتطرح اتنين مش مختلفين، ده على طول هيكون الديفرنس بتاعك صفر. حلو كده؟ انت واخد 3 ايام وصاحبك 3 ايام، هتطرح الاثنين من بعض نفس الحاجه، تطرح حاجتين من بعض، فلازم يكون في البيور الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بزيرو، بصفر. سهله؟ سهله ما فيهاش اي مشكله. طب ماشي. النون بولر بقى. النون بولر إيه بقى؟ صاحبك بدا يستلوح عليك. ازاي؟ قال لك خلاص هقول لك هات المكنه نركنها ونريحها، فانا اخدها 4 ايام، صاحبك ياخدها 4 ايام، وانت تاخدها 3 بس. فصاحبك كده استلوح عليك، بس استلوح ايه؟ بسيط، صح كده؟ صح. فده هو النون بولر. النون بولر انتوا الاثنين مش زي بعض، ده صاحبك واخدها اكتر منك بس الفرق بسيط جدا جدا. حلو كده؟ حلو. فقال لك هنا ان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتكون امتى؟ بتكون اقل من ايه؟ 0.4. يبقى لازم تكون اقل من لاست زان اقل من 0.4. فيها كده اي مشكله؟ ما فيهاش كده اي مشكله. حلو كده يا شباب؟ جميل. و10 على 10. المثال بتاعها المعروف اللي هو الميثان سي اتش 4، ده كده يعتبر نون بولر، واحفظ المثال ده كويس. حلو كده؟ ما فيهاش مشكله. البولر بقى، البولر لا، ده صاحبك هياخدها منك عافيه، هياخدها منك 5 ايام وانت تاخدها يومين بس. صاحبك هياخدها 5 ايام لكن انت تاخدها ايه؟ يومين بس. وقال لك هاخدها منك ايه؟ عافيه. فمعنى كده ان صاحبك خدها اكتر منك، صح كده؟ صح. بس قال لك في معلومه مهمه، دي بتكون ما بين ايه؟ بارشل بوزيتيف ماسكه مع بارشل نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني بارشل بوزيتيف ماسك مع بارشل نيجاتيف؟ يعني بوزيتيف ماسك مع نيجاتيف؟ لا غلط. بارشل ماسك مع بارشل. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ صاحبك خد منك المكنه قد ايه دلوقتي؟ 5 ايام، لكن انت يومين بس. فانت كده فقدت الحاجه كلها او هو اكتسب الحاجه كلها؟ لا، ده انت اكتسبت او هو اكتسب بارشل بس منها، وانت فقدت ايه؟ بارشل بس منها، فقدت جزء. يبقى انت فقدت جزء وصاحبك اكتسب ايه؟ جزء بس. كلمه بارشل دي معناها جزئيه، معناها جزء بس. فاي حاجه بارشل بوزيتيف مع بارشل نيجاتيف دي على طول اسمها
بولار كوفالنت بوند. حلو كده، فيها مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. طب ماشي، قال لك دوت الديفرنس في الالكترون نيجاتيفيتي بتكون ما بين ايه وايه؟ بتكون ما بين 1.7 و 0.4. يبقى بتكون ما بين 0.4 ما بين، خلي بالك، ما بين 0.4 و 1.7. كده فيها اي مشكله؟ سهله والله، ما فيهاش اي مشكله. يبقى ده كده كل الكوفالنت بوند، نون ميتال مع نون ميتال. 3 انواع بيور، لازم يكون الاثنين زي بعض بالظبط، والفرق في الالكترونيجاتيفيتي بزيرو. النون بولر لازم يكون ايه؟ لازم يكون الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي اقل من ايه؟ من 0.4 زي الميثان. البولر بارشال بوزيتيف ماسك مع بارشال ايه؟ نيجاتيف، والديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي من 0.4 ل 1.7. سهله كده، ما فيهاش مشكله. تعال نرجع نقرا الكلام دوت، يلا بينا نقرا الكلام دوت دلوقتي. ماشي، في بس حاجه في الايونيك، معلش، حاجه في الايونيك. كل ما الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بيزيد، كل ما تلاقي البولينج بوينت والميلتنج بوينت والكوندكت اوف الكتريستي زادت. معلش الكلام ده في الايونيك، ارجع كده في الايونيك واكتب الملاحظه دي فيها عشان نكون قايلين كل حاجه وما ننساش اي حاجه. دلوقتي انت عندك في الايونيك قلنا ان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي، الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي لازم تكون ايه؟ هاير ذان، اكبر من ايه؟ 1.7. حلو كده؟ طب زي الفل. دلوقتي انت عندك لو حاجه 2.1 وحاجه ثانيه عباره مثلا 1.9 وحاجه ثالثه 1.8، طرحت انت 2 اليمنت من بعض، لقيت الاعداد دي قدامك وجيت سالتك في السؤال مين فيهم اعلى في البولينج بوينت او اعلى في الكوندكت اوف الكتريستي؟ مين فيهم اعلى؟ الاعلى في الديفرنس اللي هو دوت، اعلى واحد فيهم في الديفرنس، فالاعلى في الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بيكون هاير ذان، او بيكون ايه؟ هاير، بيكون كبير في ايه؟ في الميلتنج بوينت والبولينج بوينت والكوندكت اوف الكتريستي. يا شباب، كوندكت اوف الكتريستي، توصيل الكهرباء. فيها كده اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله، والكلام كله مكتوب في الملزمه. اللي عايز الملزمه يخش يقول لي عليها وابعتها له على طول. ماشي تمام، يلا نخش بقى على الكوفالنت. الكوفالنت دلوقتي قلنا اللي هي ايه؟ ما بين نون ميتال مع نون ميتال. بص حتى بقول لك هنا ايه؟ فاكر المثال بتاع صاحبك لما اشتغلت على المكنه، المثال اللي لسه قايله؟ حلو كده زي الفل. البيور كوفالنت لازم يكونوا سيميلار اتوم، نفس الاتوم، وبيكونوا ايه؟ الالكترونيجاتيفيتي بتاعهم الديفرنس بزيرو زي الفل. النون بولر دوت لازم يكون الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي من 0 لحد 0.4، من 0 لحد 0.4، والمثال بتاع المثال زي ما انا قلت لك اهو. البولر لازم يكونوا الاثنين الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي من 0.4 لحد ايه؟ لحد 1.7 يا شباب. وبتكون عباره عن بارشال بوزيتيف ماسك مع بارشال نيجاتيف. حتى هنا بقول لك بص، السلواح ايه؟ كبير، اللي هو السلواح عليك ايه؟ كبير يعني. طب زي الفل. المثال H2O HCl NH3، دي المثال برضو اعرفها وحاول تحفظها يعني. كده فيها اي مشكله؟ كده الكوفالنت ما فيهاش اي مشكله. نبدا بقى نعمل اكسبلانيشن ونشرح الكوفالنت بوند بكل تفاصيلها. في 3 ثيوري للكوفالنت بوند، تعال نشرحهم واحده واحده كده ونكون خلصنا كل الكوفالنت بوند. يلا بينا نشرحها، تعالى يلا بينا. اول حاجه هي ايه؟ هي الاوكتيد رول ثيوري. اول ثيوري تعالى بينا نشرحها، نبدا بالاوكتيد رول، يلا بينا. الاوكتيد رول. الاوكتيد رول ايه هي بقى الاوكتيد رول؟ الاوكتيد رول جه عالمين، واحد اسمه لويس وواحد اسمه كوسل. لويس وكوسال دول عملوا ايه بقى؟ قال لك بص، قال لك ان اي اليمنت بيعمل كوفالنت بوند، اي اليمنت بيعمل كوفالنت بوند لازم يكون حواليه 8 الكترونات. يبقى اي اليمنت عشان خاطر يعمل كوفالنت بوند لازم يكون حواليه 8 الكترونات. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف. تعال مثلا ناخد الCl2، الاثنين مع بعض يعملوا كوفالنت بوند. طب ليه كوفالنت بوند؟ الاثنين سيميلار اتوم، فطالما سيميلار اتوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن بيور كوفالنت بوند. طب زي الفل. تعال الCl ده بكام؟ ب 17. تعال نوزعه 2 8 7. طب حلو، 2 8 7. فبطريقه لويس هنحط حواليه كام دوت؟ 7 صح كده؟ يبقى انت عندك Cl وعندك Cl، هنحط حواليه 7. 1 2 3 4 5 6 7. وهنا برضو نفس الكلام، 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده. عنده كده سنجل الكترون، كام سنجل الكترون؟ واحد بس.
اللي هو دوت واللي هو دوت، خلاص هيعمل كوفالنت بوند بالشكل ده كده. تعال نشوف هل ده عمل ووصل الاوكتيت رول ولا لا. تعال كده نشوف. اول حاجه عندك هنا في 2 الكترون، وهنا في 2 الكترون، وهنا 2 الكترون، كده 6. حلو. وعندك هنا 2 الكترون اهو. البوند، الالكترون في البوند بتتحسب معاه، الالكترون الموجوده في البوند تتحسب معاه. طب ماشي، يبقى كده عنده كام؟ يبقى كده عنده 8 الكترون. طب تعال نشوف الثاني. 2 4 6 والاثنين دول برده معاه 8، فكده حواليه برده 8 الكترونات. يبقى هو كده حقق ووصل للاوكتيت رول. كده حقق الاوكتيت رول زي ما لويس وكوسال قالوا. فيها كده مشكله؟ ما فيهاش مشكله. طب ماشي زي الفل. تعال ناخد مثال كمان. لو خدنا مثلا مثال زي الميه ال H2O، يلا بينا. ال H دي بواحد والاو دي ب8. تعال نوزع 2 6. يلا بينا يلا بينا. عندك اول حاجه الاو اهي، وفي 2 اتش، الاتش هنا، اتش هنا، واتش هنا. الاتش حواليه واحد بس الكترون اهو، وده برده حواليه الكترون. طب الاو حواليها كام الكترون؟ 6، صح كده اهو، عشان اخر انرجي ليفل فيه 6. 1 2 3 4 5 6 كده بالشكل ده يا شباب. حلو كده، جميل وزي الفل. يبقى انت عندك السنجل الكترون دوت هيعمل بوند كده، والسنجل الكترون ده برده هيعمل بوند كده بالشكل ده. كده فيها اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. طب ماشي، تعال نشوف وصل الاوكتيت رول ولا لا. تعالى يلا بينا. 2 4 6 8 صح كده. بس في ملاحظه بقى للاوكتيت رول. قال لك ان كل الاليمنت هتوصل للاوكتيت رول ما عدا 3 بس، اكسبت ال 3 اليمنت. تعالى كده نشوف. هو قال لك اكسبت، ما عدا اكسبت 3 اليمنت اللي هم ايه؟ اللي هم الهيدروجين والبريليوم والليثيوم. الثلاثه دول وحيدين اللي عمرهم ما يوصلوا للاوكتيت رول. ده الكلام اللي قاله لك ايه؟ الكلام اللي قاله لك لويس وكوسال. كده فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. النظريه دي فشلت. النظريه دي فيها شويه دراوباك، فشلت. طب فشلت ليه؟ تعال نشوف الدراوباك بتاعتها. تعال يلا بينا. قال لك بص، قال لك فشلت عشان اول حاجه جابوا لهم 2 مولكيول وقال لك اشرحوهم، اللي هم ايه؟ اللي هم عباره عن بي اف 3 والبي سي ال 5. يلا بينا نشرح الاثنين بقى، يلا بينا تعالى. قال له يا لويس ويا كوسال يلا اشرحوا لنا الاثنين دول، هيوصلوا للاوكتيت رول ولا لا؟ تعال نشوفهم، تعال نشوفهم. جينا البي عباره عن 5 والاف عباره عن 9. البي 5، تعال نوزعها يلا كده. 2 كام؟ 2 3. الاف 9 وزعها 2 كام؟ 2 7. فمعنى كده البي حواليها 3 والاف حواليها 7. طب يلا بينا. البي اهي والاف اهي حواليها 3، 1 2 3 4. ودي حواليها كام؟ حواليها 9، حواليها 7 اسف، 7 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده كده. دي كام سنجل الكترون؟ واحد بس. ودي 3 بس، خلي بالك هنا في 3 من الاف. طب زي الفل. فانت هتلاقيها مسكت مع الاف كده، ومسكت مع الاف كده، ومسكت مع الاف كده. كده في اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. فيلا هل وصلت الاوكتيت رول؟ تعال نعد. عندك 2 4 6 6 الكترونات بس. فين الاوكتيت رول ده يا عم لويس ويا كوسال؟ فين؟ قال لك لا ما عرفتش افسرها. جم قالوا فسر يا عم لويس ويا كوسال. قال لك ايه؟ النون والله ما اعرف، مش عارف. طب ماشي، طب زي الفل. في بس كده في عايز اقوله، يعني من ساعه ما قلت كوسال كده وعايز اقوله. كوسال ولا نشيط؟ المفروض كده انت تضحك، يعني المفروض دي نكته وانت تضحك يعني. قلت افصلكوا شويه. طب ماشي. عندك دلوقتي، تعالى طيب نشرح البي سي ال 5. عندك دلوقتي البي سي ال 5 هتلاقيها بالشكل دوت، هتلاقي البي ماسك في السي ال كده كده وكده وكده بالشكل ده. حواليها كام؟ حواليها 10 الكترونات. تعالى كده نعد. 2 4 6 8 10 10 الكترونات. اشرح يلا يا لويس، اشرح يا كوسال، يلا اشرح يا كسول انت. تعالى يلا اشرح. قال لك برضو ايه؟ مش عارف. قال لك مش عارف. قال لك انا فشلت خلاص مش عارف اشرح. فجي بعدها ثيوري، بعدها بقى بدات تشرح الكلام دوت اللي هو ايه؟ ما عرفوش. اول غلط عندهم اللي هو ده. طب تاني غلط بقى، قال لك بص. قال لك تاني غلط عندهم اللي هو ما عرفوش ايه؟ ما عرفوش يحددوا الستيرو ستراكشر بتاع المولكيول، الستيرو ستراكشر اللي هو الشكل بتاعه الستيرو ستراكشر، وما عرفوش كمان يحددوا حاجه كمان. الستيرو ستراكشر والانجل. طب الزاويه بتاعت ده بكام والزاويه بتاعت ده بكام؟ قال لك مش عارف، ما عرفوش يحددوها. حلو كده؟ ده كده كل الاوكتيت رول. تعال نشوفها، تعال نشوفها. الاوكتيت رول لويس وعمك الكسول اهو. تمام؟ تمام.
كل بيعمل اوكسيد مع عدا ايه؟ ليثيوم وهيدروجين والبريليوم. حلو كده؟ ما فيهاش اي مشكله زي الفل. تعال نشوف دلوقتي الديفكتس بتاعتها اللي هو الاخطاء. اول غلط اللي هم ما عرفوش فيلد، ما عرفوش او فشلوا في اللي هم يشرحوا ايه؟ اللي هم يشرحوا البي سي ال 5 والبي اف 3. ده طلع حواليه 6 الكترون وده طلع حواليه 10 الكترون. طب زي الفل. تاني حاجه ما عرفوش يحددوها ايه هم؟ تاني حاجه قال لك ان هم ما عرفوش يحددوا الانجل الزاويه، وما عرفوش يحددوا ايه؟ البروبرتيز بتاعت المولكيول اللي هو الستيرو ستراكشر يا شباب. كده فيها مشكله؟ ولا عرفوا يحددوا ولا بروبرتيز ولا ستيرو ستراكشر ولا انجل. ناخد اللي بعدها نظريه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها في بي تي، فالنس بوند ثيوري. اسمها فالنس بوند ثيوري. يلا نشرحها، يلا بينا نشرحها. او الفالنس بوند ثيوري اللي هي الفي بي تي. الفالنس بوند ثيوري ثاني حاجه اللي هي الفي بي تي. الفالنس بوند ثيوري قالوا لك ايه؟ قال لك بص، اي حاجه سنجل الكترون اللي هي الامبيرد الكترون، اي حاجه سنجل الكترون بنعمل لها اوفرلاب. تاني اي حاجه سنجل الكترون هي سنجل الكترون بنعمل لها اوفرلاب. بنعمل لها اوفرلاب. يعني ايه اوفرلاب؟ اوفرلاب يعني بندخلها في بعض. اي حاجتين سنجل الكترون، اليمنت هو عنده سنجل الكترون، اليمنت تاني عنده سنجل الكترون، هنعمل لهم اوفرلاب مع بعض، ندخلهم ايه؟ الاثنين في بعض ويعملوا كوفالنت بوند. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشرحه واحده واحده، يلا بينا. اول حاجه قبل ما نشرحه، في حاجه مهمه لازم تكون فاكرها من الترم الاول، الاس. فاكر شكلها كان عامل ازاي؟ الاس شكلها كانت بدايره، بنمثلها بدايره كده. البي واي عندك دلوقتي اول حاجه خدناها البي اكس. مين فاكر البي اكس كان شكلها عامل ازاي؟ كانت بالشكل دوت. حلو كده؟ سهله. البي واي شكلها برضو كان عامل كده بالشكل ده كده، بي اكس بي واي. طب البي زد، تعال نشوف البي زد. البي زد كان شكلها عامل كده زي الفل، ما فيهاش اي مشكله. يبقى لازم تكون عارف الاشكال دي عشان خاطر نعرف ازاي نعمل اوفرلاب ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. اس دايره كده، بي اكس ده شكلها، بي واي بي زد. تمام كده؟ زي الفل. تعالى طيب يلا نبدا في اول حاجه، اول مثال. اول مثال اللي هو الاتش 2 اللي هو اتش ماسكه مع اتش. طب ماشي، عارفين الاتش بواحد فحواليه الكترون واحد بس. الالكترون هنا اهو كده والكترون هنا. قال لك بص بقى، نمشي بشويه شروط في الفي بي تي ديت. نمشي ازاي بيها؟ قال لك بص، اول حاجه خالص وزعها بالطريقه القديمه اللي احنا عارفينها. يبقى انت وزعها بالطريقه القديمه اللي احنا عارفينها. اول حاجه نوزعها هي في الكترون واحد بس، هيكون 1 اس 1، وده برده فيه الكترون واحد بس 1 اس 1. فمعنى كده احنا هنعمل اوفرلاب لايه؟ تعالى كده يكون شكلها عامل كده. مش الاس بيكون فيها اوربيتال واحد وبرده الاس هنا فيها اوربيتال واحد، فهتكون بالشكل ده كده. فيها الكترون واحد بس وفيها الكترون واحد بس. سنجل الكترون وسنجل الكترون، اعمل لهم اوفرلاب. ازاي نعمل لهم اوفرلاب؟ الاس كان شكله عامل ازاي؟ دايره صح؟ طب حلو، يبقى انت الاس دوت شكله بدايره، والاس الثاني برده شكله ايه؟ دايره بالشكل ده كده. قال لك خلاص اعمل لهم يلا اوفرلاب، هيكون شكله عامل كده. ده الشكل بتاعه والاثنين الكترون موجودين بالشكل ده كده. كده فيها اي مشكله؟ يبقى ده الشكل بتاع الاتش 2. ده الشكل بتاع الاتش 2، الاثنين سنجل الكترون مع سنجل الكترون عملنا لهم اوفرلاب. كده فيها اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. تعالى ناخد مثال ثاني، يلا بينا. الاتش اما تمسك مع الاف، الاف ديت الاتوميك نمبر بتاعها بكام؟ ب9. تعال نوزع. يبقى انت عندك دلوقتي الاتش هتمسك مع الاف. الاتش دي 1 اس 1 زي ما احنا لسه عارفين. طب الاف دي ب9، يلا اس بس 1 اس 2 2 اس 2 2 بي. انت عندك دلوقتي 4، يبقى كام على 9؟ بقى 5، يبقى 2 بي 5. كده فيها اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. يلا امسك اللي فيها سنجل الكترون ووزعها. يعني ايه وزعها؟ يعني حطها في الاوربيتالات بتاعتها. انت عندك دلوقتي البي كان فيها 3 اوربيتالات، 1 2 بالشكل ده كده. هو فيها كام الكترون؟ 5. يلا نوزعهم، 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده. يبقى انت عندك هنا سنجل الكترون وعندك هنا برضو ايه؟ سنجل الكترون. يلا نعمل لهم اوفرلاب. بص معايا كده، عندك بي اكس بي واي بي زد بالشكل ده كده. فانت عندك الاوفرلاب هيحصل بين ايه وايه؟ ما بين البي زد بتاعه الاف وما بين ايه؟ وما بين الاس بتاعه الاتش. حلو كده؟ صح كده؟ صح.
تعالى يلا نرسمها، يلا نرسمها. الاف عندك اهي حواليها 3 حاجات، مش شايف البي؟ فحواليها بي اكس وبي واي وبي زد، صح كده؟ بي اكس وبي واي وبي زد. يلا كده نرسمها، يلا بينا. اول حاجه خالص البي اكس كان شكله عامل ازاي؟ كان بالشكل ده كده. ده كده البي اكس، حلو. طب ده كده البي واي زي الفل، ده كده البي واي. وده كده البي زد. تعالى نرسم البي زد، يلا. بي زد كان شكله عامل ازاي؟ بالشكل ده كده. ده كده البي زد. طب حلو، دلوقتي هتكون ما بين ايه وايه البوند؟ البوند هتكون ما بين البي زد وما بين الاس، صح كده؟ يبقى انت عندك اهي ده كده البي زد هتعمل اوفرلاب مع الاتش بالشكل ده كده. ده الشكل كده بتاع الاتش اف. سهله؟ سهله ولا ما فيهاش اي مشكله. كل اللي احنا عملناه وزعنا، شفنا الامبيرد الكترون فين، اللي هو السنجل الكترون ده موجود فين، ولقيناه موجود في البي زد. فعملنا اوفرلاب للحاجات اللي فيها سنجل الكترون اللي هي البي زد والاس اللي موجوده في الاتش. سهله كده؟ سهله ما فيهاش اي مشكله. ناخد مثال كمان، يلا بينا ناخد مثال كمان. المثال الشائع بقى للفي بي تي هو الميثان. المثال بقى فيه لعبه حلوه كده، الميثان دوت فيه لعبه حلوه، تعال نشوفها، تعال نشوفها وتركز معايا، هركز معاك. السي دلوقتي ب6 والاتش بكام؟ الاتش ب1، يبقى انت عندك السي ب6 والاتش كام؟ هو كام اتش؟ 4. 1 2 3 4. تعال نوزع السي، يلا السي هنوزعها 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2 بالشكل ده. الاتش 1 اس 1 بس، هنا 1 اس 1 1 اس 1 ونفس الكلام في دول. سهله؟ سهله ما فيهاش اي مشكله. هنا في كام سنجل الكترون؟ في 4 سنجل الكترون. هنا في كام سنجل الكترون؟ تعال نشوف كده، تعالى. انت عندك هنا البي هو اللي في الاخر، هو اللي فيه سنجل الكترون 1 2 بس، يبقى انت عندك هنا كام سنجل الكترون؟ في 2 بس. طب ازاي بقى؟ ازاي اعمل اوفرلاب ل4 مع 2؟ مش هينفع الكلام دوت، لازم يكون 4 مع 4، طالما هنا 4 يبقى لازم يكون هنا 4 برضه. قال لك الحوار سهل ومش محتاج اللي احنا نتعصب قوي كده. تعال نشوف هنعمل ايه، تعالى. انت عندك قبلها اس صح؟ تعالى، يبقى انت عندك قبلها اس، الاس بالشكل ده كده اللي هي 2 اس 2، واحد باص فوق واحد باص تحت. قال لك كل اللي احنا هنعمله هنلسعه، نديله لسعه كده بالولاعه، فما نلسعه يقوم لسع من تحت كده وينط في الحته دي. طب اما ينط هيحصل ايه؟ تعالى كده نعمل له اكزايتنج. اكزايتنج يعني ايه اكزايتنج؟ اللي احنا بنلسعه بولاعه. تعالى كده لسعناه دلوقتي بقى بالشكل ده كده، ده كده الاس وده كده البي. 1 2 3. حلو كده؟ يبقى هنا في كام سنجل الكترون؟ بقى في 4. وهنا في كام؟ وهنا في 4. طب حلو، هنعمل اوفرلاب؟ يلا بينا. العلماء جم عملوا اوفرلاب، قال لك لا ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش بقى؟ هنا 4 وهنا 4 اهو، هنا 4 في 2 اس 2 وهنا في كام؟ وهنا في 2 بي 2. قال لك ازاي هنعمل اوفرلاب؟ هنا 4 ماشي زي الفل، لكن هنا ازاي هنعمل لهم اوفرلاب وهنا في الكترون من الاس و3 من البي؟ هل الانرجي بتاعت الاس نفس الانرجي بتاعت البي؟ الناس فكرت كده، قال لك لا 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 مش نفس الانرجي. طب ماشي، طب ازاي هتعمل حاجه مش نفس الانرجي مع حاجه ثانيه مش نفس الانرجي برضه، اللي هو اعلى منها في الانرجي يعني؟ طب زي الفل. قال لك لا ما ينفعش، قال لك لازم يكونوا كلهم متساويين في الانرجي، لازم يكونوا كلهم نفس الانرجي. هنا كلهم نفس الانرجي، هنا كلهم في الاس 1، لكن هنا عندك هنا في ال2 اس وهنا في ال2 بي مش نفس الانرجي. طب حلو، هنعمل لهم حاجه جديده اسمها هايبردايزيشن، اللي هو التهجين. تعال نشوف كده، تعال. هنعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم هايبردايزيشن. ماشي، تعال ناخد صفحه جديده كده اشرح لك فيها ايه هي الهايبردايزيشن بكل بساطه وبكل سهوله، ونرجع تاني لهنا نشوف هنعمل ايه. تعالى تعال يلا. هايبردايزيشن اللي هي معناها بالعربي التهجين. ايه هو الهايبردايزيشن؟ الهايبردايزيشن بكل بساطه انا مثلتها لك بايه؟ فاكر مثال الموز واللبن؟ فاكرين طبعا. قلت لك دلوقتي لو انت جبت كوبايه اهو لبن وجبت 3 كوبايات تانيين اهو موز، يبقى انت جبت كوبايه لبن و3 كوبايات من الموز، ضربتهم كلهم في الخلاط. معنى كلمه هايبردايزيشن اللي انا بحط كل حاجه في الخلاط.
يعني معنى كلمه هايبردايزيشن ان انا بحطهم كلهم في الخلاط. حلو كده؟ دي يعني كلمه هايبردايزيشن، معنى كلمه التهجين. يلا حطيتهم في الخلاط، هيطلع لي كام كوبايه موز باللبن بقى؟ يلا هيطلع لي كام كوبايه؟ طبعا هيطلع لي 4 كوبايات موز باللبن، صح؟ يبقى كده هيطلع لي 4 كوبايات موز ايه؟ موز باللبن، 4 اهو. الاربعه دول اللي هم ايه؟ موز زائد لبن. حلو كده؟ جميل، ما فيهاش اي مشكله. تعالى بقى نربطها بالدرس بتاعنا، تعالى دلوقتي نربطها بالدرس بتاعنا. احنا عندنا ورا ايه؟ عندنا هنا ورا واحده من الاس وثلاثه من البي. واحده من الاس وثلاثه من البي. الاس دي اللي هي اللبن، وثلاثه من البي ده اللي هو الموز. تعالى كده نربطهم. تعالى دلوقتي انت عندك اهو، يبقى انت عندك اهو ثلاثه من الموز وواحده من اللبن. طب حلو، عندك هنا الاس ده كده، اللبن ده اللي هو الاس، والثلاثه دول اللي هم البي. فانت هتعمل الاربعه دول هايبردايزيشن، هتعمل لهم تهجين، حطيتهم كلهم ايه؟ رميتهم كلهم كده في الخلاط. هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا 4 من الاس بي، صح كده؟ يبقى الناتج في الاخر 4 من الاس بي. هل هم اس بي بس؟ كم عندك 3 بي؟ 1 2 3، عندك 3 بي، يبقى 4 من الاس بي 3. سهله؟ والله سهله، ما فيهاش اي مشكله. كل اللي انا قلته انت وانت قاعد في اللجنه اعمل كده، اعمل ده لبن وده موز واعمل لهم هايبردايزيشن مع بعض كده وشوف هيطلع لك قد ايه. في المثال بتاع المثال دوت عندك واحده من الاس وثلاثه من البي اهو. واحده من الاس اللي هي اللبن، ثلاثه من البي اللي هم الموز. حطيتهم في الخلاط تلاقي 4 كوبايات، 4 كوبايات من ايه؟ من الموز باللبن اللي هو الاس بي 3. ناخد مثال كمان عشان نوصل الصوره اكتر، يلا بينا. طب ماشي، دلوقتي انا لو اديتك واحده من الاس قلت لك اعملها لي هايبردايزيشن مع 2 من البي، مع 2 من البي. طب حلو، وانت قاعد في اللجنه جالك سؤال زي كده هتعمل ايه؟ مثلهم يا باشا بالموز واللبن. يلا يلا، عندك هنا اهو كوبايه اللبن اللي هي الاس، وكوبايتين من الموز اللي هو البي اهو. هنا موز وهنا موز، ده اللي هو ايه؟ اللي هو البي والبي. يلا بينا نحطهم في الخلاط، يلا حطهم في الخلاط. هيديني كام كوبايه؟ هيديني 3 كوبايات، مش هما 1 2 3 3 كوبايات، يبقى يديك 3 كوبايات ايه؟ 3 كوبايات موز ولبن اهو. 3 كوبايات 1 2 3 اللي هما موز زائد لبن. الموز زائد لبن ده اللي هم عباره عن ايه؟ اللي هم عباره عن 3 كوبايات ايه؟ 3 من الاس بي. يبقى انت عندك كده 3 من الاس بي. يلا ما تخلصش كده، البي في منها كام واحده؟ في منها 2، يبقى 3 من الاس بي، اس بي 2. حلو كده؟ 3 من الاس بي 2. 2 ليه؟ عشان خاطر حطيت كوبايتين من البي. بقت سهله؟ بقت سهله. ناخد مثال كمان عشان نوصل الصوره اكتر واكتر، يلا بينا. دلوقتي انت عندك لو قلت لك حطيت واحده من الاس على واحده من البي، يلا يبقى عندك كوبايه من اللبن اللي هي الاس مع كوبايه من البي اللي هي ايه؟ اللي هي الموز. حطهم في الخلاط، يلا اعمل لهم هايبردايزيشن. هيديك ايه؟ هيدينا كوبايتين بالشكل ده كده من الاس بي او من الموز واللبن، صح؟ يبقى يدينا كوبايتين موز زائد لبن اللي هو اس بي. يبقى يديك كام؟ كوبايتين من الاس بي. طب الاس بي بكام؟ بواحد، يبقى خلاص مش هتكتب حاجه فوق البي هنا. وصلت؟ اتمنى كده تكون وصلت، يبقى اتمنى تكون وصلت. في كمان فكره سؤال ساعات بتيجي ساعات بتيجي على الهايبردايزيشن، تعال اقول لك عليها دلوقتي. بيقول لك ان الهايبردايزيشن دول، الهايبردايزيشن عشان خاطر يحصلوا لازم يكونوا الحاجتين كلوز اوف انرجي، قريبين من بعض في الطاقه. لازم يكونوا ايه؟ كلوز اوف انرجي، قريبين في الطاقه من بعض. يعني لازم يكونوا قريبين في الطاقه من بعض. ازاي الكلام ده؟ تعال كده نكتب اس اس. فاكر اس اس بس بس؟ تعال نكتبها، تعالى. انت عندك اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب. مش دول كده اللي احنا حافظينهم؟ تعالى طيب نرقمهم، تعالى يلا بينا. عندك دلوقتي 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 6 7 زي الفل. تعالى البي، يلا البي تبدا من 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي و6 بي و7 بي.
تعالى يلا نشوف الدي بتبدا من كام؟ من 3. 3 دي، 4 دي، 5 دي زي الفل كده، وهنا 6 دي. طب ماشي، تعال نشوف الاف. اف تبدا من 4. تعال نشوف الاف منين اهي. الاف اهي، هنا 4 اف وهنا 5 اف بس زي الفل. تعال نشوف دلوقتي. انت عندك دلوقتي لو قلت لك لازم الهايبردايزيشن يكونوا قريبين في الانرجي، قريبين من بعض في الانرجي، يعني مثلا هل ينفع انا اعمل هايبردايزيشن ل 4 دي مع 6 بي؟ صح ولا غلط؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. ده بص 4 دي فين؟ اهو. فين 6 بي؟ اهو. لا دول بعاد عن بعض في الطاقه، لازم يكونوا قريبين بالظبط مع بعض في الطاقه. حلو كده؟ طب زي الفل. لو انا جيت دلوقتي قلت لك 3 دي مثلا هتعمل هايبردايزيشن مع ايه؟ مع ال 4 اس. ينفع؟ اه ينفع صح. حلو كده، فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. ده بالنسبه للهايبردايزيشن. نرجع تاني للمثال بقى بتاع الميثان. حلو؟ احنا قلنا دلوقتي هنعمل هايبردايزيشن لايه؟ لواحده من الاس مع 3 من البي، فهيطلع لنا كام؟ هيطلع لنا 4 من الاس بي 3. مش احنا لسه قايلين الكلام ده؟ يبقى 4 من الاس بي 3. ملحوظه، تعالى كده لسه قايلين اهو 4 او 3 من البي مع واحده من الاس هيطلع لك 4 من الاس بي 3. الشكل بعد التهجير عامل ازاي؟ يعني الاس بي 3 دوت شكلها عامل ازاي؟ قال لك بيكون شكلها عامل كده كده، وطالع منها كده ايه؟ زي دايره صغيره كده بالشكل ده. ده كده الشكل بعد ايه؟ بعد التهجير. سهله؟ سهله والله، ما فيهاش كده اي مشكله. تعالى كده نشوف. تعالى نرجع تاني. تعالى يبقى كده المثال هيدينا ايه؟ المثال هيدينا 4 من الاس بي 3. يبقى كده عندك هيديك 4 بعد التهجير، هيديك 4 من الاس بي 3 اللي هم بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. الكترون والكترون 1 4. طب زي الفل. هنا اس بي 3، هنا اس بي 3 واس بي 3 واس بي 3. سهله؟ سهله. تعال نمثلهم هنا ونرسمهم. تعال نرسمهم سوا. السي اهي حواليها كام من الاس بي 3؟ حواليها 4. 1 2 3 4. حلو كده؟ يبقى حواليها 4 من الاس بي 3. كل ده عباره عن اس بي 3، وده نفس الكلام اس بي 3، اس بي 3، وده برضو اس بي 3. لحد دلوقتي في مشكله؟ سهله والله، ماشي كل حاجه معاك بالتفصيل من الصفر خالص. طب ماشي. هيرتبطوا بايه طيب؟ هيرتبطوا ب4 من الاتش اللي هو من الاس. الاس عارفين اللي هي بدايره. طب حلو، يلا 4 الشكل ده كده، بالشكل ده. تمام كده؟ هو ده الشكل بتاعها. فيها كده اي مشكله؟ يبقى ال4 بوند جم منين؟ يجي يسالك في الاختيارات في الميثان ال4 بوند دول جم منين؟ هتقول له جم من الاس بي 3 بلس ال1 اس بتاعت ايه؟ بتاعت الاتش دي. سهله؟ سهله والله، ما فيهاش اي مشكله. نخش بقى على الثيوري اللي بعدها. كده الثيوري دي اعتقد ما فيهاش اي مشكله وفرمناها من الاول للاخر. نخش على اخر ثيوري في الكوفالنت بوند اللي هي الام او تي، اللي هو المولكيولار اوربيتال ثيوري. الام او تي اللي هي ثالث نظريه، ام او تي اللي هي ايه؟ مولكيولار اوربيتال ثيوري. هناخد دلوقتي مثال. طب ايه الفرق بين دي وما بين اللي قبلها؟ ديت مولكيول مع مولكيول، خلي بالك. ديت ايه؟ مولكيول مع مولكيول. طب ماشي، ناخد اول حاجه دلوقتي. عندك السي 2 اتش 4 اسمه ايثين. اسمه ايه؟ ايثين. ان شاء الله تاخدها معايا السنه الجايه ان شاء الله في العضويه في ثالثه ثانوي. تمام؟ الايثين ديت عباره عن ايه؟ قال لك شكلها بيكون عامل كده، سي مع سي بالشكل ده كده، وهنا ماسكه في اتش وهنا ماسكه في اتش، هنا برضو ماسكه في اتش وهنا ماسكه في اتش. ده الشكل بتاع الايثين. فيها مشكله؟ ما فيهاش كده اي مشكله. طب ماشي. تعالى يلا نبدا نمسكهم في بعض ونشرح ازاي ماسكين في بعض كده. انا دلوقتي هاجي اسالك سؤال. الرابطه دي ايه مع ايه؟ والرابطه دي برضو ايه مع ايه؟ ودول نفس الكلام. تعالى نرسمهم ونشوف ونعرف الرابطه دي ايه مع ايه. تعالى يلا بينا. تعالى. اول حاجه خالص عندك 2 من السي. حلو كده، وعندك 4 من الاتش بالشكل ده كده. هنا عارفين 1 اس 1 1 اس 1، هنا نفس الكلام. دول ما فيهمش اي مشكله. عندك كده 4 سنجل الكترون صح؟ يبقى عندك 4 سنجل الكترون. طب حلو زي الفل. تعالى كده عندك السي. هنا 6 وهنا 6، وزعها يلا. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. وهنا نفس الكلام برضو، هينتهي بايه؟ هينتهي ب 2 اس 2 و 2 بي 2. تعالى يلا نرسمهم على الاوربيتال. تعالى يلا بينا. هنا عندك ايه؟ ال 2 اس بالشكل ده كده،
وال2 بي برضو بالشكل ده كده. هو في 3 فيكون بالشكل ده كده، وهنا برضو نفس الكلام. طب زي الفل. هنا هيكون في كام سنجل الكترون، وهنا هيكون في كام سنجل الكترون. بص بقى السي هنا مرتبطه بكام حاجه؟ السي مرتبطه بكام حاجه؟ مرتبطه بواحد 2 3، مرتبطه بثلاث حاجات. يبقى كل سي مرتبطه بثلاث حاجات، يبقى لازم في كل سي يكون في 3 امبيرد الكترون. لازم في كل سي يكون في 3 امبيرد الكترون او سنجل الكترون. طب زي الفل. تعالى كده نشوف السي ديت فيها كام الكترون؟ فيها ايه؟ 1 2 بس. هنا فيها 2، لكن هنا في 3. قال لك لا، دي هنعمل برضو اكزايتنج، نلسع الكترون عشان خاطر النوت تيجي هنا. احنا عايزين 3 فرديين، عايزين 3 سنجل الكترون يكونوا موجودين هنا عشان خاطر نعمل له اوفرلاب مع ديت. تعالى يلا بينا. نقوم عاملين لي ده برضو ايه؟ عاملين برضو اكزايتنج. الكلام اللي انا بقوله ده بيحصل في الاثنين ايه؟ كربون يا شباب. الكربونه دي والكربونه ديت. يلا هيديك ايه ما تعملوا اكزايتنج؟ بالشكل ده كده. هيكون عندك الاس فيها الكترون واحد، والبي فيها 3 ايه الكترون. يبقى انت عندك دلوقتي هنا كده ال1 اس او ال2 اس اسف هيكون فيها الكترون واحد بس، لكن عندك البي هيكون فيها كام؟ 2 بي هيكون فيها 3 الكترون بالشكل ده. فيها كده اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. يلا نعمل اوفرلاب. ينفع؟ ركز معايا كده وشوف. ينفع؟ لا ما ينفعش. ازاي هنا اس وهنا بي نعمل لهم اوفرلاب؟ ازاي؟ مش هينفع. هنعمل هايبردايزيشن. هنعمل كده هايبر دايزيشن. طب اقف كده. انا دلوقتي ازاي هعمل هايبردايزيشن للاربعه دول وهنا في 3 بس؟ قال لك مين قال لك هنعمل هايبردايزيشن اصلا للاربعه؟ احنا هنعمل لهم ل3 بس. طب ايه هم ال3 اللي هنعمل لهم هايبردايزيشن؟ هنعمل لواحده من الاس مع 2 من البي، مع الاثنين بي دول. يبقى احنا واحده من الاس مع 2 من البي. هل البي زد دي جينا جنبها؟ لا، البي زد دول ما جيناش جنبها. يبقى البي زد دي هنسيبها زي ما هي، مش هنعمل لها هايبردايزيشن. طب احنا متعودين اس مع 2 بي لبن مع كوبايتين موز هيديها 3 كوبايات ايه؟ 3 كوبايات من الاس بي كام؟ اس بي 2 عشان في هنا 2. يبقى كده الهايبردايزيشن هيديك ايه؟ هيديك 4 بالشكل ده كده. 3 من الاس بي 2 1 2 3 4. هنا اس بي 2 اس بي 2 اس بي 2 ودي هتكون ايه؟ دي هتكون البي زد. دي كده هتكون البي زد. احنا اصلا ما جيناش جنبها. سهله؟ سهله والله كده ما فيهاش مشكله. يلا بينا نرسمهم. يلا بينا نرسمهم. عندك السي كده دلوقتي وعندك السي اهي. كل سي فيها ايه؟ كل سي فيها 3 من الاس بي 2 وفيها واحده بي زد. تعالى نرسمها. اول حاجه خالص البي زد كان شكلها عامل ازاي؟ مين فاكر؟ بالشكل ده كده. يبقى ده كده عندك البي زد وده كده برضو عندك البي زد. عندك بقى 3 من الاس بي 2. يلا نرسمهم. يلا. الاس بي 2 بالشكل ده كده 1 2 3. وهنا برضو نفس الكلام 1 2 3. ده كده اس بي 2 ودول برضو نفس الكلام اس بي 2، لكن دوت عباره عن بي زد. هنا نفس الكلام اللي بالاسود دوت اس بي 2، لكن ده عباره عن بي زد. سهله؟ سهله. تعال نشوفهم يعملوا بوند مع بعض ازاي. يلا بينا. يلا بينا. قبل ما اشوفهم بيعملوا بوند مع بعض ازاي، في معلومه مهمه عايز اقولها لك. السي دلوقتي اما ترتبط بسي ثانيه دي كده اسمها سيجما بوند. هي كوفيلنت بوند بس اسمها سيجما. طب لو السي ارتبط بحاجتين، واحده سيجما والثانيه باي. واحده اسمها سيجما والثانيه اسمها باي. طب لو مرتبطه بثلاث حاجات بالشكل ده كده، واحده سيجما اللي في النص دي سيجما ودي باي ودي كده باي. يبقى لو مرتبطه بثلاث حاجات بثلاثه بوند، اللي في النص سيجما والاثنين التانيين ايه؟ باي. تعال ناخد الفرق بين السيجما والباي. تعال. عندك ده السيجما وده الباي. حلو كده زي الفل. السيجما ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك بص، دي اسمها سيجما ودي اسمها باي. سيجما وباي. قال لك بص، حاجه بترتبط سايد باي سايد وحاجه بترتبط هيد باي هيد. عندك كده دي اسمها باي فهترتبط ايه؟ سايد باي سايد. هترتبط بالجنب. لكن السيجما دي هيد باي هيد بالراس. دي هترتبط بالراس والثانيه هترتبط بالجنب مع بعضها. يبقى واحده بالراس وواحده بالجنب. هسألك سؤال، اللي هيرتبط بالراس هو الاقوى
ولا اللي هيتم بالجنب هو الاقوى؟ لا، ده لو بالجنب ده يتكسر بسهوله فيكون اضعف. فمعنى كده عندك اللي هيرتبط بالسايد باي سايد ده يكون ويك، ضعيف. يرتبط بالجنب ده يكون ضعيف، لكن ده يكون ايه؟ سترونج. طب برضه اسالك سؤال، الويك هو اللي بيكون اكتف ولا السترونج؟ اوعى تقول لي السترونج، الويك. طب ليه الويك؟ الويك ده يروح يتكسر بسهوله فيعمل تفاعلات كتير، يبقى الويك ده اكتف لانه اصلا بيتكسر بسهوله، يبقى ده كده هيكون اكتف وده كده بيكون اناكتف، غير نشط. فيها كده اي مشكله؟ اخر ملحوظه، اخر ملحوظه بيقول لك ايه بقى في اخر ملحوظه؟ احنا عارفين دلوقتي البي اكس، تعالى كده نكون في صفحه جديده. لو البي اكس ماسكه مع البي اكس يعني كده بلس كده، دول كده عباره عن هيد باي هيد ولا سايد باي سايد؟ لا، ده اللي بالراس اهو، دي راسهم اهي، ده الراس بتاعتها. يبقى انت عندك كده عباره عن ايه؟ عباره عن هيد باي هيد. يعني معنى كده هيعملوا سيجما بوند ولا باي بوند؟ لا، يعملوا برضو سيجما بوند. طب ماشي، لو عباره طيب بي زد مسكت في بي زد او بي واي مسكت في بي واي، بي واي اهي كده بالشكل ده مسكت في بي واي بالشكل ده كده برضو، هيطلع لك ايه لو بي واي مسكت في بي واي؟ بالجنب هيد باي هيد ولا سايد باي سايد؟ لا، ده بالجنب سايد باي سايد اهو، بالجنب ده مع الجنب دوت، يبقى ده هيطلع لك ايه؟ هيعمل لك باي بوند. طب ماشي، نمسك البي زد مع البي زد. بي زد لو مسكت في البي زد اللي هو بالشكل ده كده زائد الشكل ده، هيدخلوا بالجنب، او بص هيدخلوا بالجنب، الاثنين هيدخلوا بالجنب كده سايد باي سايد، فسايد باي سايد هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك برضه باي بوند. يبقى الوحيد اللي بيعمل بوند هو البي اكس اللي بيعمل سيجما بوند، بي اكس مع بي اكس. سهله؟ سهله كده والله ما فيهاش اي مشكله. نرجع تاني للمثال، تعالى يلا نرجع تاني. اول مثال بتاعنا كان دوت، طب حلو زي الفل. دلوقتي احنا قلنا ايه؟ اللي بيعمل سيجما بوند هو البي اكس مع البي اكس. ده اللي بيعمل ايه؟ ده اللي بيعمل سيجما. يلا بينا. دلوقتي انت عندك بي زد مع بي زد، بس اوعى ما تنساش، خلي بالك احنا كل ده بنعمل ايه اصلا؟ كل ده عايزين نخلي الاتش ديت الثلاثه اتش، خلي بالك هم 2 اتش مش 3، ال 2 اتش دول يعملوا بوند، صح؟ انت عندك 2 اتش مع الاكسجين مع السي ديت و2 اتش مع الكربونه ديت برضه، صح؟ تعال نشوف يلا. يلا عندك دلوقتي 2 اتش، الاتش هتتفق مع ايه؟ الاتش هتتفق مع ايه؟ ركز معايا، احنا دلوقتي قلنا عندك الاتش ديت عندك 4 اتش، هم 2 في كل كربونه، صح؟ صح. عندك هنا 1 اس 1 وهنا 1 اس 1، ده بالنسبه للاتش. طب الكربون كان في عندك ايه هم اللي رتبتوا معاهم؟ ايه هم الامبيرد الكترون؟ كانوا عباره عن ايه؟ كانوا عباره عن الاس بي 2، صح كده؟ مع الاس بي 2. فالاتش هتروح تمسك في الاس بي 2، يبقى الاتش هتعمل بوند مع الاس بي 2. يلا بينا يلا بينا اهو كده، عندك دي اس بي 2 تعمل مع الاتش واس بي 2 مع الاتش برضه. سهله لحد دلوقتي؟ سهله ما فيهاش اي مشكله. تعالى بقى هنا برضه نفس الكلام، الاتش هتيجي مع الاس بي 2 والاتش برضه هتيجي مع الاس بي 2. سهله؟ سهله برضه. يبقى لك عندك ايه فردي؟ واحده من الاس، لا يبقى لك عندك البي زد، صح كده؟ كده كل اللي متبقى عندك واحده من البي زد، وعندك برضه واحده من الاس بي، مش صح كده؟ تعال نرجع تاني كده ونشوف. مش قلنا عندك هنا متبقي 2 من الاس بي 2 اهو، عندك اسف 3 من الاس بي 2 وواحده من البي زد، دول كده 4 امبير دي الكترون، صح كده؟ صح. 2 مسكوا مع الاس بي 2، الاتش مسكت مع 2 من الاس بي 2، اتبقى لك واحده اس بي 2 وواحده بي زد، حلو كده؟ يبقى 2 فرديين اتبقوا، تعال نرجع لهم نمسكهم. الاثنين الباقيين اللي اتفكوا دول هم اللي هيعملوا البوند اللي في النص، يبقى الاثنين الامبير دي الكترون الباقيين دول هم اللي هيعملوا البوند اللي بتكون في النص بالشكل ده كده. هيعمل بوند هنا وهنا برضو هيعمل بوند، هي البي زد دي هتعمل بوند معانا. كده في اي مشكله؟ سهله والله ما فيهاش اي مشكله. طب ماشي، دلوقتي انت عندك البي زد ماسكه مع البي زد، عامله سيجما ولا عامله باي بوند؟ يلا بي زد مع بي زد، لا ده البي زد مع بي زد دي باي بوند، المستر كان قايل لي، يبقى انت عندك هنا هتكون باي بوند. طب ماشي، عندك هنا اس بي 2 عامله بوند مع الاس بي 2، دي سيجما بوند ولا باي بوند؟ لا برضو هتكون طبعا سيجما بوند، طبعا هتكون ايه؟ سيجما بوند. طب ليه سيجما بوند؟ مش معنى انا مش قلت لك اما يكون سي مرتبطه بسي واحده سيجما واحده باي،
فانت عندك هنا واحده باي، يبقى الثانيه هتكون سيجما اكيد. سهله؟ والله كده سهله ما فيهاش اي مشكله. ده كده بالنسبه لكل شرح الاسين. لو انت ما فهمتش او انت حسيت ان انت اتلخبطت، عيد الفيديو تاني هتفهم، عيد الحته دي تاني وهتفهمها باذن الله. ولو برضه ما فهمتش خش كلمني واشرحها لك تاني، ما عنديش اي مشكله. اتمنى تكون وصلت. خش على بعضه، خش على بعضه. المثال اللي بعده زيه بالظبط اللي هو الايه؟ الاسيتيلين، زيه بالظبط. تعالى كده نشوف. ده كده كل اللي احنا قلناه في الفي بي تي، وبرده دخلنا وده كل اللي قلناه على الهايبردايزيشن اهو، لازم يكون كلوز في الانرجي، قريبين في الطاقه. وده هنا الفرق بين السيجما والباي زي ما قلنا. تعالى هنا الاسين. الاسين اللي احنا لسه شارحينه دوت قال لك اللي هو عباره عن ايه؟ الهايبردايزيشن بتاعه اس بي 2 صح؟ اس بي 2 ليه؟ مش احنا دلوقتي عملنا هايبردايزيشن لواحده من الاس مع 2 من البي فطلع لك 3 من الاس بي 2، فالهايبردايزيشن بتاعته اس بي 2. طب الانجل بتاعته كام؟ ب 120 طبعا. ليه 120؟ لان هو فيه 3 زوايا، ف 360 على 3 ب 120. واسمه ايه؟ قال لك اسمه تراي انجل بلانر. اسمه تراي انجل بلانر. الشكل بتاع الاسين اسمه تراي انجل بلانر، ان هو عباره عن تراي انجل في ايه؟ في 3 انجل. تمام كده يا شباب؟ تمام. وده كده زي ما شرحنا اهو الاتش بيسكت مع الاس بي 2، وهنا بوند عملت بوند مع ايه؟ هنا عندك عملت زي ما احنا قلنا بي زد مع بي زد بتعمل ايه؟ البي زد مع البي زد بتعمل باي بوند، لكن هنا بتعمل سيجما بوند. الاسيتيلين، تعالى كده نشوف الاسيتيلين، تعالى نشوفه ونشرحه، يلا بينا. اسيتيلين تعالى نشرحه. اسيتيلين شكله عامل ازاي اصلا؟ شكله بيكون بالشكل ده كده، سي ماسكه عامله 3 بوند مع السي الثانيه، وهنا اتشايه وهنا اتشايه. نفس الكلام اللي احنا عملناه في اللي فات كله، نفس الكلام بالظبط. تعالى يلا نعمله، تعالى يلا نعمله. عندك السي ده 6، هتيجي توزعها 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2 زي الفل زي الفل. برضو يلا الاوربيتال دوت لفوق ولتحت، والاوربيتال ده نفس الكلام لفوق بالشكل دوت كده. فيلا بينا. عندك كام سنجل الكترون هنا؟ عندك 2 بس. حلو كده؟ هنا عندك 2 سنجل الكترون، لكن هنا ماسك السي ماسكه في كام حاجه؟ السي ماسكه في حاجتين بس عامله 3 بوند. فطالما عامله 4 بوند، اسف، 1 2 3 4 عامله 4 بوند، فلازم يكون في 4 سنجل الكترون، لازم يكون 4 سنجل الكترون. تعالى يلا بينا اعمل برضو اكزايتنج. يلا السع دوت كده هيطلع ينط فوق هنا، فيكون بالشكل ده، بالشكل دوت كده. يلا هل ينفع نعمل كده اوفرلاب؟ لا ما ينفعش. اعمل له يلا هايبردايزيشن. يبقى اعمل هايبردايزيشن اوفر. الهايبردايزيشن هتكون لايه هنا؟ هتكون لايه؟ السي ماسك في كام حاجه؟ ماسك في حاجه، والحاجه الثانيه ايه؟ ماسك في حاجتين. يبقى السي عندك ماسك في كام حاجه؟ ماسك في حاجتين زي الفل. يبقى لازم نعمل هايبردايزيشن لايه؟ لواحده من الاس مع واحده من البي. كوبايه موز مع كوبايه لبن، كوبايتين ايه؟ موز باللبن. طب زي الفل. يبقى انت عندك دلوقتي يطلع لك ايه؟ واحده من الاس مع واحده من البي، يطلع لك 2 اس بي، 2 من الاس بي، الاربعه بالشكل ده اهو. 1 2 3 4 اس بي واس بي بالشكل دوت. ماشي. طب هنا عندك ايه؟ البي واي والبي زد ما جيناش جنبهم. كده البي واي والبي زد ما جيناش ايه؟ جنبهم في اي حاجه. تعال طيب نرسمه، تعالى يلا نرسمه. السي اهي والسي اهي. عندك كده بالشكل دوت. عندك قلنا ايه؟ قلنا 2 من الاس بي، اس بي واس بي، وهنا برضو نفس الكلام اس بي واس بي، لكن البي واي والبي زد ما جيناش جنبهم. البي واي والبي زد ما جيناش جنبهم. هنا برضو نفس الكلام، البي واي والبي زد ما جيناش جنبهم. تعال نرسمهم، تعال نرسمهم. ابدا رسم بالبي واي والبي زد الاول. يلا بينا. كلنا عارفين شكل البي واي عامل ازاي؟ بالشكل دوت. وهنا برضو بالشكل دوت. طيب البي زد كلنا عارفين شكل البي زد عامل ازاي؟ بالشكل دوت. وده برضو هنا بالشكل دوت. هنا بي زد وهنا بي زد، هنا بي واي وهنا بي واي. زي الفل و10 على 10. تعالى عندك 2 من الاس بي، تعالى نرسم الاس بي، تعالى نرسم الاس بي. الاس بي عاملين ازاي؟ بالشكل دوت اهو، واحده كده اس بي وواحده كده اس بي. انت عندك ده اس بي وده برضو اس بي. تعالى هنا برضو نفس الكلام، هنا واحده اس بي وهنا واحده اس بي. يلا نبدا نمسكهم في بعض، نبدا نمسكهم. عندك كام هيدروجينه؟
عندك واحده هنا وواحده هنا صح؟ هنا اس وهنا اس. تعالى كده نرجع لو مش فاكر، كام هيدروجينه؟ واحده هيدروجين هنا وواحده هنا اهي. تعالى يلا نرسمها، تعالى يلا. يبقى انت عندك واحده هيدروجينه وواحده هيدروجينه، هيكونوا فين؟ هيكونوا ماسكين في الاس بي. فالواحده هيدروجينه والهيدروجينه ماسكين فين؟ في الاس بي. يبقى انت عندك واحده هيدروجينه هنا وواحده برده هيدروجينه في الحته دي. متبقي 3 سنجل الكترون هنا و3 سنجل الكترون هنا. هيعملوا ايه؟ هيعملوا بوند مع بعض. حلو كده، هيعملوا بوند. يلا بينا نرسم البوند، يلا بينا. واحده اهي، الثانيه اهي، والثالثه اهي. تعال نشوف ايه مسك مع ايه كده. اول حاجه البي واي مع البي واي. البي واي مع البي واي دي باي بوند ولا سيجما بوند؟ لا برضو باي بوند طبعا، باي بوند. عارفين بي واي مع بي واي وبي زد مع بي زد دي باي بوند. طب انت عندك هنا هتكون باي بوند، وبرضو هنا برضو هتكون ايه؟ هتكون باي بوند، اللي هي بي زد مع بي زد والبي واي مع البي واي. طب انت عندك هنا الاس بي مع الاس بي سيجما ولا باي بوند؟ لا سيجما بوند. يبقى الوحيد اللي عامل سيجما اللي هو الاس بي مع الاس بي، فهتكون ايه؟ هتكون كده سيجما بوند. يبقى انت عندك كده 2 باي وواحده سيجما زي ما احنا قلنا. كده في اي مشكله؟ ده كده كل شرح الاكسبلانيشن بتاعت الثيوري بتاعت الكوفالنت بوند يا شباب. كده في اي مشكله؟ ما فيهاش كده اي مشكله. نخش على اللي بعده، نخش على اللي بعده. تعال كده نشوف الكلام دوت، تعال نشوف الكلام ده. قال لك ان ده اسمه ايه؟ ده شكله عامل ايه؟ شكله خطي لينير، فده اسمه ايه؟ اسمه لينير ستراكشر وهيكون ب 180. طب الهايبردايزيشن بتاعه بكام؟ بالاس بي. هايبردايزيشن بتاعه اس بي يا شباب. زي الفل. ده كل الكلام اللي احنا قلناه اهو، واللي زي ما رسمناه بالظبط. كده في اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. نخش بعد كده ايه بقى؟ نخش على الفي اس اي بي ار اللي هي الفيسبر. تعالى يلا نبدا نشرحها. فيسبر اللي هو الريبالشن. فيسبر دوت اللي هو بيشرح لنا ايه؟ بيشرح لنا الريبالشن ثيوري. يعني ايه الكلام دوت؟ تعال دلوقتي انا لو جيت دلوقتي قلت لك رتب لي دول من حيث الريبالشن اللي هو ايه؟ اللي هو التنافر. لو لون بير جنب لون بير، ولو عندك دلوقتي بوند مع لون بير، ولو بوند مع بوند، انهي فيهم هيكون الريبالشن او التنافر اكتر؟ انهي فيهم هيكون اكتر؟ اللي فيهم طبعا هيكون اكتر هو ايه؟ هو اللون بير مع اللون بير يا شباب. يبقى ده اكتر حاجه فيها تنافر، ان هو ايه؟ سنجل الكترون، فيكونوا ايه؟ عمالين يخبطوا في بعض، حريين الحركه. لكن انت عندك هنا في هنا ايه؟ في بوند، فهتكون ممسوكه شويه، الالكترون فيها ممسوكه شويه، فدي تاني حاجه من حيث الريبالشن. ودي تالت حاجه خالص، واقل تنافر ما بين البوند والبوند. سهله كده؟ سهله وما فيهاش اي مشكله. يبقى ده الكلام اللي احنا قلناه. تعالى هنا، عندك دلوقتي لون بير مع اللون بير هي اكبر ريبالشن فورس، وهنا عندك لون بير مع بوند بير، لكن اخر حاجه اللي هي البوند مع البوند يا شباب. سهله كده؟ سهله ما فيهاش اي مشكله. تعالى يلا بينا نخش بقى ونبدا في نعرف الستيرو ستراكشر والانجل بتاع ايه؟ الستيرو ستراكشر والانجل بتاع الاليمنت، وتعال نقسمهم سوا كلهم بتاع اي مولكيول. تعالى بينا، يلا بينا. هنا فاسبر، هنا الاي وبي ار. تمام كده يا شباب؟ تمام. تعالى نقسمهم واحده واحده. تعالى يلا بينا. عندك اول حاجه لو الاي اكس 2. ايه هي الاي اكس 2 دي؟ اي اكس 2 الاي دوت اللي هو السنترال اتوم، يبقى الاي ده اللي هو السنترال اتوم موجود في النص، والاكس ده اللي هو ايه؟ اللي هو البرنش اتوم اللي هو التفرع بتاعه. تعالى كده نشوف. يبقى انت عندك ايه ماسكه في اكس هنا كده، وماسكه في اكس هنا كده. الشكل ده اسمه ايه؟ بص عامل ازاي؟ انا الايه هو انا السنترال اتوم، وهنا الاكس وهنا الاكس، يبقى ده عامل ازاي؟ لينير خطي. فده شكله ايه؟ شكله خطي وهيكون اسمه لينير. حلو كده؟ يبقى ده كده اسمه ايه؟ اسمه لينير. طب الزاويه دي بكام؟ الزاويه دي ب 180. كده في اي مشكله؟ يبقى اي حاجه سنترال اتوم ماسكه في حاجه هنا وحاجه هنا دي اسمها لينير وبتكون ب 180. طب زي الفل. لو حاجه اي اكس 3 يعني ايه؟ ماسكه في اكس واكس واكس بالشكل ده كده، ده يكون اسمها ايه؟ بص فيها كام حاجه؟ فيها كام انجل؟ تراي. 1 2 3، فيكون اسمها ايه؟ تراي انجل بلانر. اسمها ايه؟ تاني اسمها تراي انجل بلانر. يبقى دي كده اسمها تراي انجل بلانر. يا ريت تكتب ورايا، اكتب ورايا الحته دي بالذات، اكتب ورايا عشان خاطر تحفظها. الانجل بكام؟ في بص كام انجل؟ 3 انجل صح؟
في 3 انجل. طب ماشي، يعني 180 على 3 بكام؟ ب 120، فتلاقي الانجل هنا بكام؟ ب 120. سهله كده؟ سهله والله ما فيهاش اي مشكله. طب ايه اكس 4؟ الاي ماسكه في اكس 4، يعني انت عندك دلوقتي الاي ماسكه في اكس واكس 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 بالشكل ده كده. ده كده هيكون اسمه ايه؟ قال لك ده اسمه هيكون اسمه تتراهيدرون. تتراهيدرون. يعني ايه تترا؟ تترا اللي هي 4، وهيدرون ده يعني ايه؟ هيدرون ده زي التفرع بتاعها، فيها 4 من التفرعات. حلو كده؟ يبقى ده اسمه تتراهيدرون. طب التتراهيدرون ده هيكون بكام الانجل بتاعته؟ ده المثال، خلي بالك المثال اسمه تتراهيدرون. طب الانجل بتاعته بكام؟ ب 109.5. الانجل بتاعته ب 109.5. اكتب ورايا عشان خاطر نحفظهم سوا. ده كده عامل زي المثال 109.5 واسمه تتراهيدرون. سهله؟ سهله والله ما فيهاش اي مشكله. طب لو قلت لك دلوقتي ايه اكس 2 ماسكه في اي؟ ايه اكس 2 ماسكه، طب الاي دي اللي هي ايه؟ قال لك الاي دي اللي هي لومبير. الاي دي معناها اللي هي لومبير. يعني ايه اكس 2 اي؟ يعني ايه ماسكه في اكس، ماسكه في اكس وفيها لومبير فوق كده. ده الشكل بتاعها. سهله؟ سهله. طب ماشي، ده كده هيكون اسمه ايه؟ ده كده هيكون اسمه ايه؟ قال لك بص، اي حاجه في الدنيا اكس 2 وماسكه في اي، اعرف على طول اسمها انجولار. اسمها ايه؟ انجولار. بالشكل ده كده. يبقى دي كده اسمها ايه؟ اسمها انجولار يا شباب. كده فيها اي مشكله؟ سهله والله ما فيهاش اي مشكله. طب ده تعالى كده نقراها، تعالى كده نشوفها. احنا بدانا اول حاجه في الاي اكس 2 اللي هي بي اف 2، ده المثال بتاعها، ده لينير ب 180. سهله؟ سهله. البي اف 3 اسمه ايه؟ تراي انجل بلانر. تراي انجل يبقى الزاويه بكام؟ ب 120. الزاويه هتكون ب 120. طب ماشي. وبعد كده خدنا الاي اكس 4. الاي اكس 4 اللي هي المثال دي بتتراهيدرون والزاويه بتاعتها ب 109.5. دلوقتي احنا خدنا ايه؟ خدنا الانجولار. الانجولار دي اللي هي اس او 2. الانجولار ده اللي هي اس او 2 الزاويه بتاعتها بكام؟ ب 120. طب ليه؟ تعالى نرجع تاني. تعالى انا بس بقراك اللي فات عشان خاطر ما تنساش. كل ما نعيد كل شويه، ما نعيد الحاجه كل شويه هتثبت في دماغك اكتر. تعالى دلوقتي اللي هي الاس او 2، المثال بتاعها اللي هي الاس او 2. طب ماشي، انا دلوقتي الزاويه نسيتها. الشكل ده كده 1 2 3، فهي 3 ايه؟ فيها 3 زوايا، واحده لفوق اهي كده وهنا وهنا، فدي عباره عن الزاويه بتاعتها بكام؟ ب 120. سهله؟ سهله والله. طب ماشي. طب لو قلنا دلوقتي اي اكس 2 اي 2، تعالى كده نرسمها هنا. اي اكس 2 اي 2 سنترال اتوم، 2 اتوم بالبرنش بتاعها، وفي 2 ايه؟ 2 لومبير. مش عارف بقى ارسم لكم اللومبير عليا، ارسم لكم ازاي؟ طب ماشي. طب عندك دلوقتي عباره عن ايه؟ ايه اللي هي سنترال اتوم، الايه اللي هي سنترال اتوم ماسكه في اكس واكس، وفي 2 لومبير هنا وفي 2 لومبير هنا. ده شبه الميه بالظبط، عامله زي ايه؟ عامله زي الميه. طب حلو. طب ده الانجل بتاعها بكام؟ اعرف ان الميه الانجل بتاعها ب 105. هي اصلا بالظبط المفروض 104.5، يعني لو كان 104.5 صح برضه، بس قول 105 مكتوب عندك في المنهج 105. سهله؟ سهله. طب ماشي. طب اسمها ايه؟ الميه ده اسمه ايه؟ قلت لك اي حاجه اي اكس 2 ماسكه في ايه اسمه انجولار. اسمه ايه؟ اسمه انجولار. سهله؟ سهله والله. اخر حاجه، لو اي اكس 3 ماسكه في اي، يعني انت عندك ايه ماسكه في اكس هنا واكس هنا واكس هنا وعليها لومبير بالشكل ده. ده الانجل بتاعتها بكام؟ والاسم بتاعها اسمه ايه؟ ده المثال بتاعها بالظبط اللي هو ال اتش 3، نفسها بالظبط، نفس الشكل ده. الزاويه بتاعتها ب 107، وهو اسمه 3 بيز بيراميد لانه شبه ايه؟ شبه الاهرامات. 3 بيز بيراميد، اسمه 3 بيز بيراميد. سهله؟ والله كده سهله ما فيهاش اي مشكله. حاولت الخصها لك كلها في سبوره واحده، خدها يلا سكرين شوت، خد السبوره سكرين شوت وذاكرها عندك يلا. تمام كده؟ تمام. كده احنا خلصنا كل ايه؟ كل الفيسبر يا شباب. كده في اي مشكله؟ تعال نقرا اللي باقي، تعال نقرا اللي باقي. تعال نرجع نقرا كله تاني، ان التكرار بيعلم ايه؟ بيعلم الشطار طبعا. يلا يلا. اول حاجه دي لينير، اي اكس 2 لينير، الزاويه بتاعتها ب 180. دي كده تراي انجل بلانر. تراي انجل بلانر اللي هي الاي اكس ايه؟ الاي اكس 3.
والزاويه بتاعتها طبعا بكام؟ ب 120. هي تراي انجل. تراي انجل اصلا الانجل كلها 360. تراي يعني 3 اقسمها على 3 ب 120. انا مش عايز الخبطك، انت اصلا ما بتحبش الرياضه انا عارف، بس اتمنى تكون تحب الكيمستري يعني، اتمنى. لو عندك دلوقتي AX2E اللي هي SO2 دي اسمها ايه؟ انجولار. اسمها انجولار يا شباب، تمام زي الفل. والزاويه بتاعتها ب 120 برضو. فعندك الميثان تتراهيدرون والزاويه بتاعتها ب 109 ونص اللي هي عباره عن AX4. عندك دلوقتي اللي هو ال NH3. NH3 ده عباره عن ايه؟ عباره عن AX3E. طب زي الفل، اسمه 3 بيز بيراميد والانجل بتاعتها ب 107. الانجل بتاعتها ب 107. والميه برضو الانجل بتاعتها ب 105 يا شباب، 105. الانجل بتاعتها ب 105 واسمها انجولار وعباره عن AX2E2. اهو الكلام ده انا كاتبه لكم هنا. عندك هو الانجل 109 ونص و107 109 ونص اللي هي بتاعت الميثان، وال107 دي اللي هي بتاعت NH3 والميه 105 اللي هي H2O. سهله والله الكلام لحد دلوقتي سهل وما فيهوش اي مشكله. قربنا نخلص شابتر 1 يا شباب، خلاص اهو. فاضل لنا حاجه بس في الكيميكال بوند اللي هي الكوردينيت بوند، بعد كده الفيزيكال بوند ونكون خلصنا المنهج. تعالى يلا الكوردينيت بوند. تالت حاجه في الكيميكال هي كوردينيت بوند. الكوردينيت بوند. الكوردينيت بوند ديت يعني ايه بقى كوردينيت بوند؟ قال لك لازم يكون في شرطين عشان خاطر اكون الكوردينيت بوند دي. شرطين، ايه الشرطين بقى؟ قال لك الشرط الاول لازم يكون فيه فيكانت اوربيتال. فيكانت اوربيتال اللي هو الكترون، اللي هو اوربيتال فاضي. فيكانت اوربيتال ده اوربيتال فاضي ما فيهوش الكترونات. تاني شرط لازم يكون فيه لون بير. لون بير. يبقى عشان خاطر اعمل كوردينيت بوند لازم يكون فيه فيكانت اوربيتال ولون بير. تعال ناخد مثال، تعال ناخد مثال. المثال الاول ال NH3. لو ال NH3 ديت عملت بوند مع ال H بوزيتيف، ال NH3 مسكت في ال H بوزيتيف. طب هل ده في الشرطين ولا لا؟ تعال كده نشوف. تعالى اول حاجه ده فيكانت اوربيتال ان ال H بواحد وفقد واحد، فقد الكترون، فقده اصلا، هو كده فيكانت اوربيتال. ال NH3 بالشكل دوت H H H وفي هنا لون بير زي الفل زي الفل. فيكانت اوربيتال ولون بير اهو. يبقى انت عندك فيكانت اوربيتال وعندك لون بير، يبقى الشرط اتحقق. هيعمل ايه؟ هيعمل كوردينيت بوند بالشكل ده كده. انت عندك دلوقتي اتش اهو ان ماسكه في 3 اتش. اتش هنا، اتش هنا، واتش هنا بالشكل ده كده، وهنا اللون بير. قال لك اللون بير هو اللي بيعمل البوند، فنمثلها بسهم كده على الاتش الايه اللي هو ارتبطت بيها وحط هنا البوزيتيف. سهله كده ما فيهاش اي مشكله. البوزيتيف على اللي بيكون على الايه؟ على المولكيول كله. سهله والله كده سهله ما فيهاش اي مشكله. ناخد مثال كمان، ناخد مثال كمان. قال لك بص، اي سترونج اسيد، اي سترونج اسيد في الدنيا بيتفاعل مع ميه بيتفكك لايه؟ بيتفكك لايونز. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف. HCl ده سترونج اسيد تفاعل مع الميه اللي هي H2O، هيتفكك لايه؟ لسترونج اسيد اللي هي عباره عن ايه؟ H بوزيتيف سترونج اسيد، هيتفكك لايونز H بوزيتيف وCl نيجاتيف وCl نيجاتيف. طب ماشي زي الفل. فانت عندك دلوقتي الميه مسكت في الاتش ديت، الميه دلوقتي مسكت في الاتش دي. انت عندك دلوقتي الميه H2O مسكت في الاتش اللي هي البوزيتيف ديت، هيطلع لنا ايه في الاخر؟ ال H2O دوت تعال نرسمها. عندك اهو ماسكه في اتش وماسكه في اتش وفي هنا 2 لون بير. الاتش ده فيكانت اوربيتال، حقق الشروط؟ حققها. في فيكانت اوربيتال وفي لون بير برضو. طب حلو، فيكانت اوربيتال ولون بير اهو. يبقى كده هيطلع لك الناتج ايه؟ هيطلع لك بالشكل ده كده. عندك او ماسكه في اتش وماسكه في اتش وفي 2 لون بير بالشكل ده اهو. فالاتش ديت هتمسك في واحده لون بير من دول بالشكل ده كده، هيكون ده شكلها. قال لك ان ده اسمه هيدرونيوم ايون. هيدرونيوم ايون اللي هو عباره عن H3O بوزيتيف. سهله كده والله كده سهله ما فيهاش اي مشكله. ده كده بالنسبه للكوردينيت بوند وكل ايه؟ كل الكيميكال بوند. هنبدا دلوقتي في الفيزيكال بوند. الفيزيكال بوند عباره عن نوعين بس. تعالى يلا نشوفهم، تعالى يلا نشوفهم. النوعين اللي هم الهيدروجين بوند والميتاليك بوند. يلا بينا يلا بينا. الفيزيكال بوند هنبدا دلوقتي في الفيزيكال بوند. فيزيكال بوند. اول حاجه في الفيزيكال بوند هناخدها هي ايه؟ هي الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند.
الهيدروجين بوند. يلا بينا على الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند دي اتفق قوي ازاي؟ قال لك ان هي بتمسك في 3 حاجات بس. الهيدروجين بوند بتمسك في 3 حاجات بس. اللي فاكر يعني ايه اصلا فيزيكال بوند؟ انا مش فاكر، فكرني كده. هتقول لي يلا، مين اللي بيقول معايا؟ انا سامعك. الفيزيكال بوند عباره عن ايه وايه؟ مولكيول ماسك في مولكيول. ركز معايا، مولكيول ماسك في ايه؟ مولكيول اما يمسك في مولكيول يعملوا فيزيكال بوند. لكن الكيميكال ايه؟ عباره عن ايه؟ الاليمنت اما يمسك في الاليمنت. حلو كده زي الفل. اتش اسمها كوفالنت بوند، فيها كده اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. يبقى دي كده اسمها بولار كوفالنت بوند. بولار كوفالنت بوند زي الفل. لكن ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن هيدروجين بوند. دوت اليمنت تو اليمنت، فعباره عن ايه؟ عباره عن كيميكال. دوت مولكيول مع مولكيول، ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيزيكال بوند. طب زي الفل. لو جيت سالتك انهي فيهم اقوى، انهي من الثلاثه دول اقوى في الهيدروجين بوند؟ الهيدروجين بوند بتاعته بتكون قويه. انهي فيهم من الثلاثه دول اقوى؟ قال لك بص، قال لك شوف لي الالكترونيجاتيفيتي، مين فيهم الالكترونيجاتيفيتي بتاعته اعلى؟ تعال كده نشوف، تعال نشوف. هما في البريدك تيبل عاملين كده ان بعدها او بعدها اف. فانت عندك الاف اعلى واحده فيهم، بعدها الاو بعدها الان. فمعنى كده ان الاتش اف في الهيدروجين بوند اعلى من الاتش او اعلى من الاتش ان. كده في اي مشكله؟ يبقى انت عندك اتش اف والاتش او والاتش ان، هتلاقيه اعلى ايه؟ اعلى في الهيدروجين بوند. سهله؟ سهله والله ما فيهاش اي مشكله. ده كده بالنسبه للهيدروجين بوند. طب ماشي، تعال كده ناخد مقارنه كده سريعه ما بين الهيدروجين بوند والكوفالنت بوند اللي موجودين في الثلاثه دول. ايه الفرق ما بينهم؟ انهي اقوى، كوفالنت ولا الكوفالنت بوند ولا الهيدروجين بوند؟ انا هفكر دلوقتي. اليمنت ماسك في اليمنت، هل اقوى اليمنت اهو كده ماسك في اليمنت اقوى، ولا مولكيول مع مولكيول اللي هو اتش ماسكه مع اتش مع اف كده وفي مولكيول تاني مرتبط بيها؟ انهي اقوى؟ لا طبعا طبعا هو اللي هيكون اقوى هو الكوفالنت. يبقى الكوفالنت بوند ده سترونج، لكن ده ويك. واحنا عارفين ان اي حاجه ويك بتكون ايه؟ بتكون اكتف، لكن ده كده بيكون ان اكتف غير نشطه. سهله كده؟ سهله والله. تعال نقرا، تعال نقرا الكلام دوت. خلصنا الكوردينيت بوند وقلنا الشروط بتاعتها. دخلنا على الهيدروجين بوند. قلنا الهيدروجين بوند دي بتكون هيدروجين ماسكه في ايه؟ ماسكه في اكسجين او ماسكه في فلورين او نيتروجين بالشكل ده كده. طب زي الفل. بيقول لك ايه هنا بقى؟ بص، بيقول لك ان الاسترينث اللي هي القوه بتاعت الهيدروجين بوند بتعتمد على الديفرنس في الكترون نيجاتيفيتي. يبقى كل ما الديفرنس في الكترون نيجاتيفيتي انكريز هتلاقي برضو الاسترينث بتاعت الهيدروجين بوند انكريز زي ما احنا قلنا. طب ماشي، طب اسالك سؤال. في الثلاثه دول مين فيهم اعلى في البولينج بوينت والميلتنج بوينت والكوندكتور في الكتريستي؟ طبعا اعلى واحد فيهم في الديفرنس في الكترون نيجاتيفيتي اللي هو الاتش اف، هو اعلى واحد فيهم يا شباب. سهله؟ سهله والله ما فيهاش اي مشكله. ده كده كل حاجه موجوده في الهيدروجين بوند. اخر حاجه في الشابتر دوت هو الميتاليك بوند. يلا بينا على الميتاليك. تاني حاجه في الفيزيكال هي الميتاليك بوند. يلا الميتاليك بوند. ايه هي الميتاليك بوند؟ خلي بالك الميتاليك ده عباره عن ايه؟ ميتال، عباره عن ميتال ماسك في ميتال. اوف دي كده ميتاليك بوند، ميتال ماسك في ميتال. كوفالنت بوند نون ميتال ماسك في نون ميتال. ايونيك بوند ميتال مع ميتال. حلو كده؟ اكتبها عندك ديت. تمام؟ تمام. الميتاليك بوند عباره عن ايه؟ الميتاليك بوند ده عباره عن ميتال. الميتال ده بيعمل ايه؟ بيعمل لوس الكترون. فهو قال لك اللي هي رابطه ما بين الايون نفسه، مش الايون مثلا عندك الان ايه اهو 11 2 8 1. ده بيفقد كام الكترون؟ هيفقد الكترون واحد عشان خاطر يستقر. هيفقد الالكترون دوت عشان خاطر هو يستقر. زي الفل. يبقى هو هيفقد الالكترون دوت. طب زي الفل. فما يفقد الالكترون ده يبقى ان ايه بوزيتيف، والايه دوت هو فقط الالكترون ده نيجاتيف. فالالكترون النيجاتيف والبوزيتيف ايون ده يعملوا بوند مع بعضها اسمها ميتاليك بوند. ده كده كل الميتاليك بوند بكل بساطه. بيقول لك بقى معلومه مهمه عن الميتاليك بوند، ان كل ما الفالنس بيزيد كل ما تلاقي الميتاليك بوند اقوى. يبقى كل ما الفالنس بيزيد تلاقي الميتاليك بوند بتاعتها اقوى. عندك دلوقتي الان ايه زي ما قلنا، والام جي 12 والاي ال 13. تعالى كده نوزعهم. تعالى يلا بينا. هنا 2 8 1
وهنا 2 8 2 وهنا 2 8 3. انهي فيهم اعلى في الاسترنث؟ طبعا الاي ال اعلى فيهم في الاسترنث ان الفالنس بتاعتها اعلى منهم. سهله؟ سهله. قال لك ان دوت بيكون ايه؟ بيكون زي ضعيف، يبقى هو ضعيف جدا، بيكون ايه؟ ضعيف وبيتكسر بسهوله. يبقى ده كده بيكون ضعيف بيتكسر بسهوله، بيكون ويك. ده بيقول لك بيكون سترونج قوي، لكن ده بيكون مايلد، بيكون في النص، ولا ضعيف قوي ولا قوي قوي. ده كده بالنسبه للميتاليك بوند. تعالى كده نروح نشوفها، يلا بينا. يبقى الميتاليك بوند عندك دي تبع الفيزيكال بوند طبعا. الميتاليك بوند بيقول لك ان الاسترنس بتاعتها والميلتنج بوينت والبولينج بوينت وكوندكتيف الكتريستي بتزيد كل ما يزيد الفالنس، الفري فالنس. حلو كده؟ الصوديوم ده سوفت ضعيف، الاي ال ده هارد قوي، لكن عندك اللي في النص بيكون ايه؟ اللي هو في النص الام جي بيكون مايلد متوسط. حلو كده؟ حلو. قبل ما انهي الشابتر ده عايز اقول لك معلومه مهمه جدا، او مش معلومه مهمه قوي. الميتاليك بوند او الميلتنج بوينت، اسف، الميلتنج بوينت والبولينج بوينت، ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين الميلتنج بوينت والبولينج بوينت؟ عايزك تقول لي. ميلتنج بوينت دي ذوبان، حاجه بتدوب، ذوبان. فمعنى ايه حاجه ذوبان ده؟ حاجه سولت بيتحول لحاجه ايه؟ ليكويد. حاجه بتدوب، ذوبان. لكن البولينج بوينت ده درجه الغليان، غليان. معنى كده الغليان ان حاجه ليكويد تبقى جاز. قلت اقول لك الفرق بينهم عشان خاطر ممكن تيجي لك في سؤال. ممكن دلوقتي اقول لك ايه؟ هقول لك الاي ال والام جي والان اي انهي فيهم اقوى؟ انهي فيهم اقوى عندما يتحول ايه؟ من السوليد للليكويد. فانا عارف ان السوليد للليكويد ده ميلتنج بوينت، يبقى اعلى واحد فيهم في الميلتنج بوينت ده اللي هو ايه؟ اللي هو الاي ال يا شباب. حلو كده؟ حلو. دلوقتي انا هصور شابتر 1، خلاص خلصت كده شابتر 1 كله. دلوقتي هخلص شابتر 1 ذاكره، انزل لك كل جزء لوحده، كل شابتر لوحده، شابتر 1 لوحده وشابتر برده 2 لوحده. فذاكر دوت وان شاء الله هنزل لك شابتر 2 باذن الله. ربنا معاكم ويوفقكم واتمنى لكم كل التوفيق. اي حد واقف معايا سؤال او في جزئيه ما فهمهاش يبعت لي برده، وانا هفضل معاكم ليله الامتحان زي ما عملنا الترم الاول. بالتوفيق يا ابطال، مع السلامه.